طب لحد بقى بعد. بتحاول انت تطلع الحاجات دي من جواك؟ طبيعي، ما هي الحاجات اللي هي اللي بيطلع من القلب بيخش القلب. طيب هل انت متقوقع على نفسك؟ متقوقع يعني ايه؟ متقوقع يعني داخلك هو اهم ما يشغلك، عايش في شرنقه. لا انا عايزك ايه، تشعبوا لي العمليه شويه يعني. وطيارات مقلوبة والناس تبقى حزينة وكل شقة ودار. يا يا ليل. أهلا بيكم في بودكاست شعبولي، السلسلة الأولى بعنوان ليه يعني. بنتكلم فيها عن سينمائيين ما تسلطش عليهم الضوء بشكل كافي، وحلقتنا النهاردة بعد غياب هتبقى عن رضوان الكاشف. معاكم معتز السويسي، ومعايا برضو أصدقائي رامي وأسامة. أهلا بيكم. أهلا بيك يا مهندس، أهلا بيك. أهلا يا معتز وأهلا بك يا رامي. عودة بعد مبسوط إن غياب. احنا بنجتمع مرة أخرى يعني. أنا كمان والله. أول واحد ماشي، حتى ده أتمنى نحطها. أول الحلقة مبسوط تكون إن هو يعني الحلقة. ممتعة وأثرية. أتمنى برضه. رضوان الكاشف من أهم المخرجين بالنسبة لي، وعلامة في تاريخ السينما، تاريخ السينما عامة، مش بس السينما المصرية. لكن للأسف أفلامه هما 3 أفلام روائية طويلة بس. حاصل على ليسانس الآداب من قسم الفلسفة في جامعة القاهرة سنة 78. والتحق بعدها بمعهد السينما اللي اتخرج منه سنة 84، وساعد في إخراج إلى ما يقرب ل20 فيلم، منهم ليوسف شاهين ورأفت الميهي ولداود عبد السيد والشريف عرفة كمان. أفلامه رغم إن هما 3 بس، إلا إن كل فيلم فيهم علامة في السينما في حد ذاته. هسيب المساحة لصديقي رامي يتكلم في الأول عن فيلم عرق البلح. احنا طبعا زي ما انتوا عارفين ما بنتكلمش بالترتيب، احنا بنتكلم على حسب ايه اللي عنده كلام الأول. رامي هيتكلم الأول عن فيلم عرق البلح، وبعد كده ايه هنبتدي نتكلم على بقية الأفلام ومع بعض يعني. بس رامي اللي هيتكلم الأول. اتفضل يا رامي. طيب. آه واحد من أهم أفلامه بالنسبة لي وهو فيلم على البلح، لأن الفيلم ده مش بس هو الفيلم ده ناقش مش قضية واحدة، لكنه ناقش قضايا متعددة مع بعض. ومن روعة الفيلم إن هو ممكن كل شخص يشوف قضية معينة بس، إن هي دي إيه المشكلة، وينسى الباقي أو إن هو ما ياخدش باله من الباقي. فعليا إن أصلا إن هو فكرة الفيلم بتدور إن هو إيه، هو حرقها لك أصلا في الأول لما قال لك إيه إن دي قصة قرية رحل عنها ظلها، أو اللي هو غاب عنها الظل بتاعها. فاللي هو الظل بتاعها إن اللي هو النخل، أو اللي هو إيه العمود بتاع القرية ده اللي هو الرجل. هو هنا دي ظل مش راجل. نظرة بالظبط، أو اللي هو إيه مش نظرة عنصرية مثلا عشان النساء ملهمش لازمة، لكن إن هو إيه ده الشخص المسؤول هو اللي بيشتغل، وهو إيه اللي هو إيه اللي بيهتم بالقرية. فهنلاقي إن هو قصة الفيلم إن هو جه ناس وهي تتمثل في النزعة. ودي أول مشكلة، النزعة الرأسمالية. فهنلاقي إن هي بعدها بنلاقي إن هو بنشوف إن هو في بيعرضوا عليهم ناس إن هم إيه يشتغلوا. فهنا الشغل المشكلة فيه إيه إن هو بياخد الناس دي لمجرد إن هو إيه أموال، أو فاهم اللي هو إيه بيرشيهم إن هم إيه هيبقى فيه ذهب وبتاع. فهم أصلا بيبقوا رافضين، يعني في منهم كتير بيبقى خايف ورافض. خايف ورافض ليه؟ لأن هو خايف يرحل عن المكان بتاعه. هلاقي إن هو إيه مين اللي بيقنعه؟ بيقنع الرجال دي النساء. هم اللي بيقنعوه ليه؟ لأن هم عايزين ذهب وعايزين التزامات. هنا بتظهر النسعة الاستهلاكية. والنسعة الاستهلاكية هنا إن هو إيه هم عايزينه يشتري الحاجات دي، أو إن هو إيه يجيب لهم الحاجات دي، فلازم يعمل إيه يجيبها. فيجيبها من هو مش حاببها، ولا هي أصلا حاجة ليها عصبية أو حاجة بتاعته. فهذه هي دي المشكلة الأولانية. فللأسف ناس كتير من القرية، لا مش ناس كتير، ده هم كلهم ما عدا شخص واحد اللي أنا عارفه بعد كده بيوافق على الأمر ده. كلهم بيوافقوا إلا هو بيرفض. ليه؟ لأن هو لا هو عنده، وهنا دي أول حاجة، إن هو فكرة إن هو مش مقيد، هو حر. فاهمين قصدي؟ فهو لا مقيد بمال، ولا مقيد إن هو مثلا عليه التزامات، ولا هو مقيد إن هو مطالب منه يشتري شيء أو يجهز، أو ناس في رقبته مطالب منهم إن هم
يوفر لهم مبالغ طائلة مثلا، فعشان كده هو حر. فهنا دي أول فكرة بينادي بيها من فكرة التحرر. وهي ممكن تتفهم كده لو أنت عايز تفهم الكلام، إن هو إن هو كلما قررت الأشياء التي تمتلكها كلما تحررت. فهنلاقي إن هو هنا بعدها بنشوف إنه هم للأسف بيوافقوا. النتيجة إن هم بيتشحنوا حرفيا، لأن الصوت اللي كان بيناديهم زي كأنه صوت شيطان بيقنعهم إن هم يدخلوا في الدايرة بتاعت العبودية دي. وكلهم بيوافقوا وفعلا بيتشحنوا زي فاهم، زي كأنهم مجرد حيوانات، فبيترموا كده في العربيات. فاهمين قصدي؟ ايوه فاهمينك يا اسطى، سامعينك. رايحين عند جيركن البترول. بالظبط بالظبط. لكن البترول عليك نور. فهو هنا بنشوف إن هو خلاص الناس دي آه، بقت ده الحلم بتاعها إن هي تحقق الحاجات دي وتشتري الحاجات دي. عكسهم، هو كان اسمه إيه الواد يا جدعان؟ أنا نسيت الواد ده كان احمد. اسمه إيه؟ أحمد. أيوه يا أحمد، يا أحمد، يا افتكرت احمد مية مية. علي، يا احمد علي، هو النخل راح استعمل احمد منه. في استعمل احمد برضه في عرق اسمه ايه في اللي هي بنفسي. ليه اه تمام. بنفسك ده؟ فاحمد ده بقى يا رجاله، احمد ده كان هدفه ان هو يجيب اعلى البيضه، او ان هو الحلم بتاعه ان هو يعالج جده. يعني هو الحلم بتاعه ان هو يحقق الذات بتاعه. وتحقيق الذات ان هو يطلع اعلى شجره في النجع كله او القريه كلها، ويعالج جده لان هو جده كان مريض. تمام. ودي هتاخدنا للنظريه التانيه بس لما نخلص النقطه بتاعت احمد. فعلنا احمد هنا خلاص هو ده الحلم بتاعه. كل واحد فيهم بيدفع ثمن الحلم بتاعه. يعني السكان بتوع القرية اللي راحوا دول، في منهم اللي مات وكلهم اتعرضوا لأبشع الأشياء في الوظيفة اللي هم، أو النحت في الجبل اللي هم اشتغلوا فيه كل الكلام ده. وفي منهم اللي مات وبقوا راجعين مرضى نفسيين، وفي منهم اللي رجع كلهم رجعوا لقوا إن في منهم اللي مراته ماتت، والباقيين كرهوهم. وليه كرهوهم هناخدها بعدين. فهلاقي ان كل واحد فيهم من اللحظه دي الاختيار بتاعه ده هيرسم له المصير في الاخر، سواء احمد او اهل القريه. استنى خد عليا. بالك انت. انت منتج قلت منتج. اللي مراته ماتت هو مش مجرد مراته ماتت. هي دي الواحدة حب الوحيدة رمضان يا اللي رامي. خلفت عقوق. يا ابن استبق. دي انا الواحدة فاهم اللي الست خانته الوحيدة في وبتاع، انا القرية فاهم. اللي هي خلفت. اه. فحقق هي مش يعني مجرد انا خانته، ما هي ذكرتهاش. خلفت القانون اللي هم حطوه بعد ما الرجالة مشيت. تمام فاهمني؟ تمام. المهم بقى، فبعدها حصل ايه؟ هنشوف بقى ان هو بيبدأ نشوف ان احمد ده بيحاول يبدأ أول حاجة إن هو يثبت إن هو بقى هو الراجل بتاع القرية، لدرجة إن هم كانوا بيستهزئوا بيه بالأول. حتى بنت عمه كانت بتستهزأ بيه اللي هي شريهان، كانت بتستهزأ بيه إن هو مجرد ولد صغير وبتاع، لحد ما مم. يبدأوا واحدة واحدة يعترفوا بيه فعلا. فهنا بيبدأ جزء من حلمه يتحقق. هنشوف إن هنا بيبدأ يتطور الأمر إن هو يبقى فيه القضية التانية، وهي قضية الكبت الجنسي. فهنلاقي إن هو الإنسان سواء تطور أو هو مخلوق أيا كان معتقدك وأفكارك في النقطة دي، فهنلاقي إن هو غريزيا وبيولوجيا هو محتاج للأكل والشرب والجنس. ده عشان يبقى هو في نفس المرتبة مع الحيوان. يبدأ يعلى شوية عن الحيوان بإن هو يبدأ يحقق الطموح بتاعه، يفكر، يسأل نفسه أسئلة وجودية، يحاول يطور من نفسه، يتعلم أشياء. فهنا هو بيعلى درجة بسيطة عن الحيوان. لكن المهم إن هو لازم يبقى عنده أكل وشرب وجنس. النساء دول كان عندهم أكل عادي وشرب عادي، لكن كانوا مفتقدين للجنس. وده ليه؟ لأن الرجالة دول انقطعوا عنهم مدة طويلة، وأصلا مفيش أصلا إن هم مثلا مش من الناس المؤمنين بالانفتاح مثلا، أو إن هم يعملوا علاقات أو حاجة. يعني مثلا كان ممكن الأمر ده كله يتحل لو كان في القرية، أو يعني من رأيي لو كان في خيار في القرية الصحراء دي، كان الفيلم ده هيتقفل في نص الفيلم. ما كناش هيبقى محتاجين أصلا نتكلم عن يا ابني الكبت انت أو حاجة. بتقول ايه يا ابني؟ أمانة عليك، أمانة عليك، ما تشيلها. أمانة عليك، أنا يا معتز ما تشيلها. دي جامدة دي والله. يكفلها يا عم. أنا مستخسرتها. انا استخسرتها في الحلقه بتاعتي والله. يلا مش خساره فيك، بس لا اتكلم جد فاهم. فيعني كان الامر ممكن يتحل، او كان الصعوبه وكان قدر الامر يعني، بس للاسف ما حصلش يعني. هو عشان ماشي. اوصلك ان هو ان هو لازم يبقى فيه كابت وبتاع، إنها كانت ممكن تتحل يعني. ودي نقد لرضوان الكشف. ودي بعيبها عليه الصراحه، بقول له ان انت لا، كانت ممكن تتحل عادي وفي حلول، بس بس دول في انت الصعيد يا اسطى ضغطت عنه. وفي الجنوب.
عادي دول في حتى في الجنوب الصعيد. يعني. تحب اجيب لك افلام بورن من قلب الصعيد طيب ولا ايه؟ ما عنديش يا مشكله، ريت اللي والله. انت عايزه. يا ريت والله. يعني عارف انت لو الحته دي نزلت شاهد فضحت الدنش ومع معتز يتفقوا على عارف انت ايه. كان مين مجدي غني ما كان قاعد بيوزع افلام 6 مع ميدو والعيال دي اللي هو ايه يا معايير لا يا فاهم عم اللي هو ايه الفيديو ده. شفت كان انت بيقول الفيديو له بتاع كان بيقول له يا البت دي معيرس. اه. المهم فنقطة الكبت الجنسي تمام. نقطة الكبت الجنسي هنا بقت أزمة عندهم لدرجة إن واحدة منهم ولية عبلة كامل بتحاول إن هي تفرض نفسها على أحمد. وواحدة منهم التانية اللي هي هتموت بعد كده هي خانته، خانت جوزها، خانته. فلما كان في أسبوع وجابوا ناس عشان هم البس ولا مش فاكر كان اسمه إيه، عشان يجي هو يحيي الفرح أو يحيي السبوع. فواحدة منهم خلاص رقصت معاه في الأغنية، هنلاقي إن هي إيه خلاص وافقت إن هو ده اللي يعمل معاه العلاقة. فهنلاقي إن هم حكموا عليها إن هي بالعرف ده إن هي خلاص نغسل إحنا عنا بإيدينا، فهي ماتت. والتانية كرهت استحقرت نفسها وجسدها لما هنلاقي إن هنا نقطة الكبت خلاص بقت مسيطرة عليهم. عبلة كامل أو اللي هي إيه خلاص بقت إن هي مثلا إيه الشخصية دي خلاص كرهت الجنس وكرهت نفسها. فهنلاقي إن هي رفضت ان لما جوزها يرجع ان هي كل ما يقرب منها تبعد عنه، بقت مدمنه للسجاير او ان هي ايه بدلت الحاجه الجنسيه بالحاجه للشرب، والشرب هنا كان السجاير. فهلاقي ان من الناحيه التانيه كان عنده الكبت الجنسي، هو مش ممكن هو كبت جنسي قوي على قد ما هو حب برضه ان هو احمد حب بنت عمه وعمل علاقه معاه وبقت هي حامل منه. فهنا مم. وفي الوقت ده هو كان طلع خلاص جاب على البيضة وبقى معترف بيه وسط القرية كلهم إن هو خلاص هو راجل القرية. هنلاقي إن هنا هو خلاص بقى دل القرية، لأن القرية دي بدأت بعد كده إن هي تتعرض لهجوم أو لسرقة. وبقوا هم يعلوم إن القرية دي اللي هو إيه الرجالة سابوها أو سابوا القرية دي أو النجع ده سابوا البلد دي. اللي هو يعني إيه أنت بقيت نجع الحريم أو مبقاش فيكوا رجالة من الآخر. فده شيء مهين يعني. طب يعني هو المفروض إن رضوان الكاشف في أفلامه هو بيتكلم عن برضه تمرد المرأة وحريتها. تمام. أنا شايف إن في نقطة إن هو ممكن إنه بيتعامل مع المرأة برضه كصورة أضعف من الراجل، إن هي ما تقدرش تعيش من غير الراجل. هل ده بيتعامل كصورة أضعف ولا ده كشكل طبيعي للحياة عامة؟ هو إن في أنا الفيلم يعني ده قلبتها في دماغي من الوجهتين. هي كانت النظرة إن هي محتاجة للرجل، محتاجة له وهي أصلا إيه، ولأن هو بيتكلم عن الصعيد فده طبيعة المرأة. ما مم. أقدرش أحدد إن هو شايف المرأة كده لأن دي خاصة بأفكاره. بس في الفيلم ده هو لو كان قدم صورة غير كده، مع ان هو قدمها في صورة بنت واحدة اللي هي المتمردة اللي هي شريهان، لان هي ايه هي اللي وقفت لهم ضد التقاليد بتاعتهم ورفعت الفاس قدامهم اه. لما كانوا عايزين يقتلوها وبتاع تقول لهم ده جوزي واللي في بطن ده ابني، فاللي هو ايه افتخرت باللي هي عملته. فهنلاقي ما والتانية برضو تعاملتش نفس مع ده الكلام. كنوع من العار. ما اتعاملتش مع ده ان هو كنوع من العار. فهنلاقي ان هو اه. ايه بيوصلك ان هو في ناس كده وفي ناس كده. فهو طبيعي في اي مجتمع مهما كان منغلق على نفسه هتلاقي ناس مؤمنه بافكار تبان للمجتمع ده شاذة، مثلا زي افكار في الحريه، افكار في الجنس، حتى افكار في الميول، مثلا تلاقي حد مثل الجنس كده. انت هتلاقي ان هو ده طبيعي لان ايه الاشخاص مختلفين حتى لو المجتمع السائد بنقيس الحاجات بالأجمعية أو بالأغلبية. فبنبص مثلا إن هو في الصعيد ده فخلاص لا يبقى هم الستات كلهم مقعدين ملهمش لازمة بتاع، فلا. لأن في ناس تانية بتفكر وناس ده شخصية وكل ده. فهنلاقي إن هو في ناس كده وناس كده، ده طبيعي. فهو وصل لك الشخصية دي في الفيلم ووصل الشكل الرئيسي في الفيلم اللي يقدر يعمل عليه الفيلم. هو لو كان عامل الفيلم دول كلهم إن هم الستات اندبندنت وومن وبتاع ما كانش هيبقى فيه فيلم على البلاح. ما كانش هيبقى الفيلم له لازمة، كان هيبقى فيلم أهبل عبيط. يعني مثلا أغنية بيبة بتاعت فيلم عادل البلح اتعمل لها معالجة من مغنية كده اسمها نغم صالح تقريبا. هي مم. أخت مريم صالح. عملت أغنية معفنة، يعني هي بتتكلم في الأغنية المفروض أغنية بيبة هي بتتكلم عن الضعف بتاع المرأة، إن القرية اللي خلاص غاب عنها الظل بتاعها وإن هم بقوا تايهين. فهي عمل لك الأغنية تقول لك لا أنا حرة وأنا مش عارف دمي ملغم ولا مش عارف أنا قوية وأنا عافية وأنا. ده ضد الأغنية. ما ينفعش إن أنت أغنية بتتكلم عن ضعف المرأة في الفيلم وده هي متوظفة في الفيلم كده أنت تيجي تعمل لها معالجة 180 درجة. مستحيل. ما ينفعش تبقى عكس الكلام ده كله خالص.
فهنلاقي ان هو ايه، هي دي الفكره، ان هو في نساء كده وفي نساء كده، بس يعني دي الفكره يعني. وصل. بس طبعا. يعني دي برضو يعني دي حاجة موجودة في أفلامه مم. التلاتة، يعني فكرة برضو إنها مكبوتة أو إنها مش قادرة تعبر عن رغباتها إلا في وجود ايوه، هو هو الراجل. هو ايوه، هو بيوثق شخصيه، وهو ده طبيعي، ان هي مش طبيعي ان هي مم. مثلا تبقى ملهاش شخصيه ولا الكلام ده، لا. هو الطبيعي ان هي بيبقى ليها احتياجات، وبتبقى بيولوجيا محتاجه للشخص او المراه على حسب الافكار والميول والرغبات، بس المهم ان هو ايه، ان هو طبيعي انا احتاج لشخص وشخص يحتاجني. هو المجتمع قائم على كده. فكره ان احنا بنحتاج بعض، بنقدم خدمات لبعض، بنتبادل مع بعض السلعه. زمان مثلا كانت مقايضه، دلوقتي بقى بالفلوس نشتري ونبيع وكده. فطبيعي يبقى ما فيش حاجة اسمها الفردانية. الفردانية دي في الأفكار وفي الذاتية وفي طريقتك في الحياة. لكن في المجتمع، في التعامل مع الناس أنت محتاج للناس، ما تقدرش تعيش لوحدك، مهما كان جنسك رجل أو امرأة. يعني مثلا كان، على ما أتذكر الفيلسوف كان أرسطو، مش فاكر إزاي كان أرسطو ولا أفلاطون، كان بيقول إن هو الشخص اللي يعيش لوحده لازم يبقى يا مجنون يا إله، يا وحش يا إله. فنيتشه علق على المقولة دي، قال إيه، قال هو قال كده، بس هو نسى حالة تالتة إن هو يبقى فيلسوف. تبقى مثلا الثلاث حالات، بس تبقى حاجه من الثلاث حالات دول عشان تبقى انت عايش لوحدك، تمام، تبقى يا آه. فيلسوف يا وحش يا اله. ان هو الاله مثلا هو اللي بيبقى مش محتاج لحد، هو اللي بيستغنى عن اي حد. الوحش هو اللي بيبقى عايش لوحده وبيبقى ايه، مش محتاج لاي حد. الفيلسوف هو بيبقى كده برضه، يعني دي من وجهة النظر. لكن الطبيعي ان في اي مجتمع تبقى المرأة محتاجة للرجل وهو محتاج لها، او هي محتاجة المرأة زيها، او هو محتاج للرجل، ايا كان اه، في نفس الافكار الوقت والميول. في نفس الوقت معلش من غير قطع كلامك. لا، اتفضل هو اتفضل. الاحتياج ما كانش في احتياج جنسي فقط، يعني كان في بالظبط، صح. احتياجات اكبر من الجنس، بس الجنس ده من بالظبط. ضمنها ومن اهمها برضك، يعني اكيد. مش عايزين. هو هو لازم يبقى من ضمنها، لان هو ايه، العلاقه هنا مش علاقه اخوه او علاقه صداقه، هي علاقه ارتباط، سواء حب زي حاله احمد مثلا، او علاقه زواج زي بقيه القريه، زي بقيه نساء القريه. مم. فاهم قصدي؟ او حتى اخلاص، زي مثلا ايه، الجد والجده لما هي كانت بتودعه في الاخر تقول له مع السلامه يا حبيبي، مع السلامه يا اخويا. يعني هي شايفاه ان هو بتديه بكل الالقاب اللي هو عيلتها. مم. ده الحب ايه، اللي هو للنهايه. فيعني اه، هنا بنشوف ان هو ايه، ان هو الاحتياج هنا مش جنسي ولا عاطفي فقط، لكنه احتياج في العموم. يعني الارض والنخل والقرية كانت محتاجة للزرع وللحصاد والاهتمام بها والدفاع عنها. ده احتياج غذائي. احتياج عاطفي هنا كان أحمد محتاج للبنت اللي بتحبها، والنساء كانوا محتاجين لزواجهم إن هم يحتووهم ويخلوا بالهم منهم. ده كان احتياج عاطفي. وكان في احتياج جنسي برضه. فأنت عندك كل أنواع الاحتياجات. هو اعتبرها من الآخر عشان والامان يا نلخص. اسطى اهم حاجه. ما هو الأمان أنا قلته في هو الأمان إن الأمان هم بالظبط. يحموه. بالظبط. أو ألخص لك في اللي شيء هو من بسيط. أول الفيلم القرية أصلا دي. النخلة اللي اختفت فالشمس كشفت كشفت بالظبط. احتياج هو الستات دي، أو حكى لك، كشفت هو يعني ضعفهم. هو لو انت ركزت طبعا مش هتركز، او مش هتفهمها لما تشوف الفيلم. بس انت لما تشوف الفيلم وترجع لاول مشهد خالص وتشوف او تشوف في الاخر خالص الكلام اللي هو كاتبه عن الفيلم، هتعرف ان هو خلاص هو حرق لك الفيلم او بيلخص لك الفيلم في اربع خمس سطور من الاخر. فهنلاقي ان هو ايه، الاحتياج هنا من الاخر عشان نوصل الامر للمشاهدين متابعين كويس. ان هو قيس القرية دي على كأنها أي مجتمع. سيبك من جو إن هم الصعيد أو كده، حط شيل الصعيد يا عم وحط مجتمع، مدينة. حط مجتمع في الحضري. هتلاقي إن هو في نفس المشاكل، من كبت جنسي، المشاكل عبودية ايوه، علشان وظيفة. كده هو بدأ الفيلم اصلا كان بيتكلموا باللغه العربيه عشان بالظبط. بالفصحى بيعمم لك، انت تحطها في مصر، تحطها في يعني السعوديه، تحطها في الكويت، تحطها في جهنم، مفيش مشكله. هو هتلاقي حتى لو بدلتها هتلاقي في الاجانب في برضه مشاكل متقاربه. ممكن يبقى في اختلافات، بس هتلاقي برضه في نفس المشاكل. ليه؟ لان هو مش بيكلم لك هنا، هو وثق لك حاله في المجتمع بتاعنا، بس هي حاله عامه، حاله انسانيه في العموم. الكبت الجنسي هي حالة إنسانية. حلقة إنسانية، الغذاء. بس هو اختار الصعيد يعني ماشي، هو ما هو كمجتمع لازم منغلق يختار. ما أكتر. هو ما كان هو هو أنسب المختار. أنسب مكان يوظف فيه أنسب. الفكرة دي. ما هو انسب مكانه، لان هو بيعمل فيلم، هو بيكتب، هو مش بيكتب لك مقال فهيتكلم لك بشكل عام. هو لازم يوثق لك حاجه انت تشوفها وتتاثر بيها، فهيخليك تتاثر بناس اجانب، ولا تتاثر بناس من بلدك او من الصعيد، من اللي انت تعرفه. اكيد من ناس انت تعرفهم. يعني مثلا ايه، تخيل مثلا لو كان عمل لك المجتمع ده الناس اجانب
كنت هتتأثر مش فيه اجانب، هو كان ممكن والله يعملهم بجد. في الحاره، وهو عمل فيلمين في الحاره يعني، بس ما هو في الحارة أنا اختياره القصد إن هو للصعيد ان هو رجع لجذوره اصلا يعني. القصد ان هو لازم يعمل لك ناس شبهك، ناس من مجتمعك، من بلدك، اه من دينك او من لغتك او من عرقك، او خلاه في الاول بالفصحى عشان يوصلك ان هو ايه، كل العرب كلهم. بعد كده اختصها بالعاميه، بس في الحالتين هي نفس المشكله. حتى لو انت هتلاقي الفيلم مترجم اصلا، خد بالك الفيلم يعني النسخه اللي انا كنت بحملها مترجمه، والفيلم هو مترجم يعني مترجم كذا من لغه النسخه واتعرض في الاجنبيه. مهرجانات كتير. مترجم كذا لغه، ايوه. طيب ما يعني ايه، هو فعلا الفيلم بيناقش رساله، او ما فيلم دام هو قدر بيتعرض في يوصل مهرجانات قدر يوصل والناس لفئات كتيره قدرت تتواصل معاه. بالظبط، وبيعبر عنهم زي فيلم أرض الخوف برضه، ما هو كان مترجم لليابانية لما اتذكر، برضه نفس الكلام. انا يوسف فاكر شاهين كان في كان السيرش الافيش عن بتاعه الحلقه دي يعني، في... لقيت اه لقاء لرضوان الكاشف مع هالة سرحان. كان بيتكلم ان هو كان في 3000 متفرج على الفيلم ده، فكان هو ما نفسه هو مش مصدق، فاهمني. ايوه، ما هو انا بقول لك هو في ناس يعني، مهرجان حتى عالمي فيلم بس أرض مش فاكر الخوف، ايه هو. انا شفت الافيش بتاعه النسخة اليابانية مترجم مش فاكر كان الصيني او في ثريد كده اليابانية. الافيشات الاجنبيه الافلام للافلام الاجنبية، المصريه. فيلم اه سؤال كان في بتاع. افيش مثلا اللي خلي بالك من زوزو بالروسي مش عارف ايه، كان منهم ايوه، ما انا برضو بقول فيلم لك عرق ما انا البلح بقول لك بالياباني. ما هو زي ما احنا ما احنا المشكله بس ان احنا عندنا الحاجات اللي بتترجم قليله، لان احنا عندنا العظمه قليله، الفن الحقيقي قليل. عكس مثلا هم هناك لو بيعملوا فيلم تجاري معفن هينجح اكتر من اي فيلم تاني. انت شوف لو فيلم تجاري، فيلم رعب تجاري اللي هو ايه يلم فلوس وخلاص، لو نزل السينما هنا يبقى انجح من اي فيلم تاني من حيث الاخراج او الانتاج او التكلفه او السيناريو حتى. شوف وصلت ليه، عشان كده عندك كل هو الثقافه بتاعتهم مترجمه للغات كتير. انت اللي فين وفين لما بيطلع لك فيلم نبغه كده، ها يا دوبك ايه، يروح مهرجان اللي هو ايه مش يكسب حتى، اللي هو دخلونا من الباب. فالفيلم هنا ايه في الفيلم يعني دي احنا المشكله اللي واجهت الفيلم، انه في البدايه اتفضل. ان هو ما كانش جماهيري كفايه في مصر، ما لقاش يعني اقبال جامد من الجمهور المصري، لكن ومش لما هيلاقي اتعرض مش هيلاقي بره اتهم الفيلم مش بالتهمه دي هيلاقي تهم. الفيلم مش هيلاقي لان هو الفيلم ما فيهوش احداث. خلينا نتكلم ايه هو واحده ممكن واحده جه على كده. الجرح اصلا عند في هو المصريين جه على يعني. الجرح، لا هو هيجي عند نقطه انا عايز اتكلم عن نقطه اه الغرور، ودي اتكلمت عنها كتير في حلقاتي على قناتي. نقطة الغرور بتاع المتدين أو غرور الإنسان. غرور الإنسان إن هو هينكر إن هو عنده مشكلة، أو ينكر إن كتابه فيه مشكلة أو أفكاره فيها مشكلة عشان شاف حاجة بتفضح أو بتفضح العيب بتاعه. هو طبعا مش هقول لك لا الصعيد واحنا الرجاله وشرفنا والمرأة ومفيش الكلام ده اصلا عندنا وبتاع، مع ان هي عنده جوه، فاهم؟ المشكله عنده جوه، بس مش هقول لك كده، مش هقول لك الفيلم عجبه عشان كده. ليه؟ لان هو لو هيخاف، لو هو قال عجبني وبتاع، او فعلا بيحصل كده، هيبقى بيعترف ان هو نفسه عنده مشكله، او ناس يعرفهم عنده مشكله، او بلده كلها عندها مشكله. فهمت قصدي؟ عشان بمناسبة كده الفيلم الغرور، او الغيرة والحقد، في 3 رجالة رجعوا كانوا متهجرين دول. اللي اه رجعوا دول من كتر ما هم كانوا حاقدين على واخد مكانهم في القرية كلها، قتلوه، فاهمني. بالظبط. مم. وقتلوه ليه؟ قتلوه ليه؟ عشان هم شافوا ان اهل القريه دول او نساء القريه ملتفين حواليه، لدرجه ان هم ربطوا ان هو ايه، مش بس ممكن يكون عمل علاقه مع مرات واحد منهم اللي هي ماتت، لا ده عمل علاقه مع كل نساء البلد. فاهم؟ ده اللي في دماغهم، او في دماغهم ان هو ايه لازم نخلص منه، ده ايه، ده بقى له قيمه. فاهم؟ واللي شافوا لما شافوا ان كل واحد فيهم مراته مش طايقاه، او اللي هو كل واحد فيهم بيتهربوا منه، فشافوا ان هم ايه، لا ده كده يبقى في حاجة وهو السبب يعني. فاهم يعني؟ انت عارف عملوا ايه؟ عملوا اسقاط، بدل ما يلوموا نفسهم او يواجهوا نفسهم ان هم السبب في كل ده، ان هم طبعا مش هيفكروا بده بدماغهم السعودية القفل يعني. فيعملوا ايه؟ يلوموا الضحية، يلوموا السبب، يلوموا الشخص السبب. فيلوموا مين؟ هيلوموا احمد. فاهم؟ هم ده اللي يقدروا يقتلوه، مش هيقدروا يقتلوا مراتاتهم ولا عيالهم. فيقتلوا مين؟ اه يقتلوا احمد. مش بس قتلوا احمد، لا ده اسقطوا القرية كلها. قتلوا القرية، قتلوها ازاي؟ من خلال ان هم قتلوا الشجرة نفسها. فلما قطعوا الشجرة هم كده خلاص، هم قطعوا آخر ارتباط ليهم بالنخلة، بالزرع ده اللي هو الحاجة اللي بتميزهم أصلا. يعني زي مش بس تخلوا، يعني أنت عارف إيه عايز يقول لك، إن هم لما فقدوا إنسانيتهم وقتلوا شخص بريء، وهم خلاص قتلوا الخير بتاعهم اللي كان في الأرض، لأن هو مثلا الأرض والنخل ده هو خير.
فهم قضوا على الخير آخر ما تبقى من القرية، آخر ما تبقى من القرية من خير، هم قتلوه، قطعوه زي ما قطعوا روح أحمد، فهم قطعوا الشجرة نفسها اللي هي أكبر شجرة، اللي هي شجرة علق البيضاء، اللي هي الشجرة الكبيرة. فهم خلاص دمروا القرية. عشان كده انت هتلاقي ان المشهد الاول بيوريك ان القرية دي بقت صحراء خالص، بقت متدمرة خالص، ما بقاش فيها حاجة. ما نعرفش مصير الناس دول ايه، لان احنا ما شفناش الا الجدة بس، صح ولا لا؟ في اه، الاول الجدة خالص. وشريهان. اه. فالمشهد اللي شفناه في الاول خالص ده مش مشهد، آه، ده مشهد بقى بعد في المستقبل هي بتحكي له. فشفنا القرية بقت عاملة ازاي، بقت صحراء، صح ولا لا؟ كانت صحراء خالص. اه، فليه بمناسبة المستقبل، اي فيلم لما يكون بيتكلم عن قضية بجد في مصر يعني، بيتكلم دايما عن القضية بعد ما حصلت، لو خراب مثلا حصل او بتاع، زي مخرجين الواقعية الجديدة لما كانوا بيتكلموا عن النكسة واثارها، وبعد كده محدش اتكلم عن ماذا لو حصل كذا، لو حصل كده قصدي. فالفيلم ده نظرة مستقبلية، ماذا لو كل الرجالة سابت القرية، لأن هو القصة جاية من واقع إن الرجالة، قول مثلا تلات أرباعهم أو نصهم يا عم اتهجروا، فاهمني؟ ففضل النص التاني. ده اختلف بالنسبة معاك يا للواقع. معتز في نقطة، معلش. اه، ان اختلف هو يا اصلا باشا في ولا يعني يهمك. الفيلم معمول في فترة كان تابعة لهجرات اصلا جماعية لرجالة كتير ان هم يسافروا الخليج علشان يشتغلوا. يعني هو مش قبل، هو في اثناء هذه الفترة، فترة الهجرة، الناس ايوه، كتير راحت في اشتغلت في اثناء، الخليج. يعني مش اكيد مش الرجاله كلها هتسافر، ولا كلهم هيكونوا بنفس الفكر الموحد ده. هو مش هيتكلم بس عن الرجالة كلها، يعني هو الرجالة كلها تعبير انه، يعني مش تعبير ان هو كل الناس هتهاجر، يعني حاجة مستحيلة، بس هي انا لها عارف بعد انا اكتر عارف من هو كده. بيقول لك ماذا لو، فاهمني؟ فكره ف... ماذا لو دي ما اه، بنشوفهاش كتير عندنا. فاهمك. فهمت وجهه المهم، نظري؟ المهم يا اه، صديقي، اه. فاحنا بنشوف ان هو ايه، ان هو خلاص القريه دي اتدمرت، فهم اللي دمروا القريه، يعني هم اللي دمروا نفسهم بنفسهم. فهنا هو كان يوصلك ده بالارض ان هو ايه، ان هو زي الارض مش بس شويه تراب ولا شويه نخل، او زي مثلا ايه، البيت مش مجرد 4 حيطان، على رأي الأم في فيلم كف قمر لما كانت بتلوم ابنها بكري إن هو إيه، فرق إخواتها، أو فرق إخواته قصدي، وضيع لها عيالها، وبنى لها، يقول لها تعالي نبنيك بيت جديد وبتاع. فقالت له البيت مش مجرد حيطان، البيت دفى وونس. فهنا سكان القرية دول، الرجالة دول، دمروا مش بس الأرض اللي هي مش مجرد أرض، لا، دمروا النبتة بتاعتهم، اللي هم النساء، اللي هم المفروض الأسرة، يعني دمروا الأسرة، دمروا الأرض. فالنتيجة إن، فاهم، ما نعرفش المصير ايه اللي حصل بعد كده. النساء دول يعني هم المشهد في النهايه في الفيلم ان هم خارجين بينوحوا وماشيين. فاللي ما نعرفوش هل هم راحوا عن القريه خالص بقى، فاهم، اللي هو ايه، كل واحد فيهم عشان بقى معاه فلوس فخد مراته بقى وراح يقعد في المدينه، او خدها ومشوا، او هم هربوا. ما نعرفش اللي حصل، بس المهم ان القريه انتهت تماما، فاهم، وانتهت بموت الشجره اصلا، ان هي هم كانوا مشهورين بعرق البيبه وبالنخله، فهم قضوا عليه تمام. وده ياخدنا لتالت حاجه، وهي نظرية الجد والإله. كلنا شفنا إن الجد ده موجود من الأول خالص، وهو بيتابع كل حاجة بتحصل وهو قاعد ساكت. فأنا عندي نظرية بسيطة كده بتقول إن الجد ده هو رمزية للإله، تمام. يجي حد يقول لي يا دانشو، أنت جاي تجيب أفكارك الحادية، جاي تدخل بيها في البودكاست هنا، فأقول لك لا يا عم ما تقلقش، أفكاري دي أنا مسؤول لا يا عنها. ابو لسان طويل. لا، لا، لا لا، انا بس وارد على فكره متفق معاك في النقطه دي جدا يا رامي. فاهم، لا يا كرمزيه بص يعني انا، بالظبط هي وارده بالظبط. جدا. فيجي حد زي يقول ما لي قصة طويلة، التفاحه أنا مش برضو، عايز حد. اه بالظبط. فهنلاقي اللي اما هو كان ايه، جايب انا برضو شخص ماشي كده عمال بيراقب الاحداث وخلاص، ما بيعملش اي حاجه ولا بيتدخل في اي حاجه. بالظبط. فهو ليه نظريه الجد؟ خليني اقول لك حاجه. نيتشه بيقول، او الفيلسوف فريدريك نيتشه، فكان بيقول لك ايه، لقد مات الاله ونحن من قتلناه، تمام. نجيب محفوظ يتكلم عن نفس النظريه بموت الاله، هنلاقي ان هو هنا الاله هو كان موجود اصلا عشان يموت. يعني مثلا هل هو كان موجود وله وجود عشان يموت او عشان يتقتل؟ طب فين جثته؟ فهنا لا، الموت هنا مش موت ان احنا رحنا قتلناه، لا، هو هنا الموت لفظ مجازي عن فكرة إن هو اختفى جوانا أو مات جوانا. هنلاقي إن الجد كان موجود فعلا، بس صدقني وجوده زي عدم، ما كانش له أي حاجة، كان قاعد ساكت طول الفيلم، ما اتكلمش كلمة، حتى بعد ما خد علق البيضة وتعالج هو ما اتكلمش، فاهم، يعني حتى كان بيتابع بنظراته وبتاع، بيبص بحزن، فرح أوقات، فخر أوقات.
لكنه كان قاعد ساكت. تمام. منع فقط. ده قيسه كده على الاله، هتلاقي ان هو برضه قاعد ساكت. حتى لو في ناس بينسبوا ان هو اي حاجه بتحصل او التدخل منه، هتلاقي ان هو لا، هو قاعد ساكت. حتى مثلا كانوا بيقعدوا يشتكوا له يا جد و... ولما مثلا واحده منهم جوزها مات وعرفت من الجوابات ان هو مات، فقعدت تلطم قدامه وتقول له راح يا جد ومش راح يا جد، فاهم. والتانيه برضه كانت بتشكي له، وكلهم كانوا قاعدين وكانوا بيباركوا مثلا لما كانوا مطهرين الولد وراحوا له وبتاع عشان يتباركوا بيه. فكانوا كان هو قاعد ساكت برضه. فيعني ما اتدخلش، شاف كل حاجه بتحصل في القريه، ما قامش دافع عنه. فكان ده ياخدنا لفكره عدم تدخل الاله، او موته في لحظه. ليه؟ لان هو كان بيقول لك في الاول خالص ان بيحكوا قصه نشأة القريه، ان مين اللي عملها؟ الجد. تمام. تحسها لو لمحة كده من نجيب محفوظ كده. بالظبط، هي دي بقى ريحه نجيب محفوظ في الحته دي، فاهم. تحس تشم امم ريحه نجيب محفوظ، ريحة منه فعلا رأيك. تشم ريحه روايه اولاد حارتنا، تشم ريحه لم يكن شيء قبيل شيء، فاهم. فاللي هو الارض كانتش موجوده بس هو عملها، وهو اللي بقى موجود، وهو اول واحد. فتحكي بقى الجده وصياعه منه ان هو ما ركزش على الحته دي بشكل كبير. يعني مثلا ما عادش استدلاء تفاصيل كتير، لا ده كان بتحكيها كده الجده بصوت واطي وبتاع، والكاميرا اصلا رايحه في حته تانيه، او بتتكلم مع ناس تانية، او مركزه على عيون ناس تانية، او حتى كانت بتحكيها الجده وهم والكاميرا مش مركزه مع الكلام الجده، انت يا دوبك بتسمعه في الخلفيه، والكاميرا عماله تلف عليهم وهم بيشربوا، صح ولا لا؟ فتلاقي ان هو يعني حتى هو نفسه بيقول لك بيقول لك انا سايبها كده، ده هتعدي مرور الكرام الا اللي هيركز. فاللي يركز يقعد يسمع في الصوت يقول ايه القصه دي. على فهتلاقي فكرة هنا. حاجة ممكن مم. تأكد وجهة نظرك يا رامي. هو ليه استخدم عرق البلح اللي هو النبيذ أو الخمرة بتاعت البلح؟ برضه يعني إيه الرمزية أو إيه الدلالة اللي بيستعملها في الفيلم؟ إنه لما بحثت عنها اكتشفت إن هي ليها علاقة بالتصوف أو بالدخول. فاللي هو فعلا هو يعني اشمعنى عرق البلح بالذات بيستعمله يعني كرمزية؟ الا الاحاله دي، الحاله الروحانيه الصوفيه دي. وخاصه ان رضوان الكاشف ليه ابحاث ودراسات في مجال التصوف، هنخش لها بعدين يعني. آه، فدي نقطه فعلا تاكد كلامك يعني. بالظبط بالظبط. فدي النقطه. وكمان بنشوف ان هو خلاص، لما مجرد ما هو خلاص بدأ ان هو بدأ يموت، فهنلاقي ان هو اعلان موته في نفس الوقت خد بعضه ومشى، يعني اختفى مرة واحدة وخلاص، يعني فاهم، ما اتكلمش. يعني هو كأنه لم يكن، فاهم، كأنه لم يكن موجود أصلا. يعني أنا عايز أقول لك إن شخصية الجد دي، أنت عارف لو مثلا اتشالت من الفيلم، بالنسبة للناس اللي ما بتشوفش، ما بتركزش في الأحداث، هيبقى بالنسبة لها وجوده زي عدمه. مثلا الناس اللي ما فهموش الفيلم أو مش عاجبهم الفيلم هيقول لك ايه يعني الجد ده، ما ليه مثلا كان بيظهر وكانوا بيلفوا حواليه دايما او بيتكلموا حواليه، ما كان بيختفي، فاهم. ما ملوش لازمه. شخصيه مطرق لكنها ما فتحتش بقها بكلمه حتى لما اتكلم. هتقول لي طيب ازاي بقى هو اللي بنى القريه؟ القصه دي اتحكت بشكل مختصر كده من خلال كلام الجده. تمام. لكنها بتوصلك رساله ان هو اللي مؤسس الحقيقي للقريه، وان هم كلهم ده مش بس هم معترفين بده، ده كل حتى الاطفال الصغار عارفين القصه دي. طب عارفينها منين؟ لان ابوهم وامهم حكوا لهم القصه دي. يعني حتى منهم عيل صغير كان احمد بيحكي له القصه، فقال له يا عم احنا عارفين القصه دي، انت سمعناها 100,000 مره. فيعني بيسمعوا الكلام ده زي الدين. فده بالنسبه عندهم هو الدين، دي رمزيه الاله ما فيهاش كلام. فهنلاقي هنا ان نظريه الاله هو موت الاله. هنلاقي ان هو القريه دي مات فيها الاله، او خلاص تخلى عنها. يعني الاول كان بيدافع عنها ومعاه البندقيه بتاعته. حتى احمد لما حاول ان هو، وهنا ممكن نعتبر من وجهه نظر المسيحيه هو الابن، او اللي هو الروح القدس، لما طلع اترفع للسماء خالص مات. لو تاخد بالك هو ما شفناهوش، هو طلع لفوق دي حاجه تانيه. فعليه ان هو مات. فلما مات ظهر مين؟ ظهر الجد هنا تاني عشان ياخد روحه ويمشي بيه. يعني فاهم، زي كأنه اللي هي وجهة نظر ان هو يرمز لله ولعيسى، او لله وابنه، فاهم، اللي هو المسيح. فاهم، يعني خدوا معاه. فهنا هي دي ما فيهاش خلاف نظريه برضو عن الاله. فهنلاقي ان هنا بينتهي الفيلم ان هما الاثنين بيمشوا طبعا، والقريه بتتدمر كده كده يعني. فهنا الثلاث نقاط اللي اتكلمنا عنهم هي موت الاله، الكبت الجنسي والعاطفي، وفي نفس الوقت الرأسمالية والتحكم في الإنسان. الثلاث حاجات دول كفيلين يدمروا مجتمع كامل.
لو ما عرفوش يتعاملوا ما عرفوش يحلوا أزمة أو اختلاف أو مشكلة غياب الإله. يعني مثلا الجد كان هو اللي بيدافع عن القرية، طب لما الجد ما بقاش يدافع، هم بنفسهم اللي وقفوا يدافعوا، النساء وقفوا وبتاع وكان معاهم أحمد. فهنا حلوا مشكلة الجنسي، كان ان هم ايه الحل بتاعها، ان هو انت تتعامل مع المرأة ان هي كائن وليها اختيارات وليها رغبات، تتعامل معاها عادي وتبقى موجود عشان، وفي نفس الوقت تحل الازمه الثالثه بان هو انت لا، ما دام انت بتشتغل في الارض بتاعتك ومعاك فلوس ومش محتاج شيء، ما تبقاش طماع، ما تبقاش بتحاول ان انت تعمل حساب المال على حساب الاسره او على حساب ان انت تسيب ناس. على عكس ان كان المفروض ان اللي اول واحد هو اللي يقرر يمشي هو احمد، مش السكان التانيين، لان بالعكس كلهم عندهم عيال وعندهم اسره الا احمد. يعني هو الوحيد اللي هو زي ما بيقولوا كده على كف عفيف، هو اللي يمشي. لكن هو ما عملش ده عشان هو كان فاهم الدنيا عامله ازاي والليله ماشيه ازاي. فعشان ومع ذلك هو دفع الثمن غصب عنه برضه، لان هم ايه لموه، يعني حتى ايه ما سابوش في حاله، لموه برضه. فبس يعني دي كانت وجهة نظري المتواضعة للفيلم. وأنجزت يا أخ رامي. تحياتي ليك بصراحة يعني. احنا كل مرة وطول بنختلف طول على الفيلم الأفضل، بس ما نقدرش نختلف على عرق البلح ان هو يعني لا ما نقدرش نختلف وما نقدرش. اه ان هو واحد من روائع السينما في مصر. دي حقيقة ما فيهاش خلاف، دي حقيقة. اه وبالعكس أنا ببقى مبسوط أصلا هنا اللي أنا بتكلم معاك وأنا ببقى موجود، يعني لأن أنا بحس إن أنا بتكلم مع الناس بدل ما أنا بتكلم مع نفسي في قناتي. يعني أنا ببقى بجري مع نفسي، برمي الكرة لنفسي وأنا بشوطها مع نفسي. فهنا بتكلم معاك فأنا مبسوط بده يعني. بس هو فعلا الفيلم ده عظيم جدا، وإن كان أسامة أو ساعات معتز برضه يختلفوا معايا في الحلقات اللي فاتت عن أعظم فيلم، بس ما فيهاش خلاف إن هو الفيلم ده جميل وهو عظيم جدا، وان هو محتاج ان انت مثلا لو انت ما عجبكش الفيلم، مش اجباري ان انت لازم تبقى معجب بيه، بس على الاقل حاول تشوفه تاني ومش من بنظرة أول مختلفة. مرة. بالظبط. بالظبط انا هو اه بالنسبه لي انا عجبني من اول وتتجسد مره. فيه فلسفة رضوان عامة. انا عجبني من اول مره، بس ما فهمتوش من اول مره كله، انا فهمته تاني وتالت مره. ممكن افلام شفتها من 4 سنين افهمها دلوقتي. الامر ليه علاقه بشخصيتك بالظبط. وبافكارك وبتطورك عامه. لكن انا القصد ان انا عاوز اقوله ان هو انت اديله فرصه، ان انت مش داخل تشوف فيلم اكشن، ولا داخل تشوف فيلم ان انت لازم تلاقي فيه احداث. لا، الكلام نفسه احداث، النظرات هي احداث. نظرة عبلة كامل وهي رافعة عينها كده وهي بتدمع، أو عينها بتبرق باللمعة كده وهي بتغني، دي لوحدها أصلا فيلم لوحده. الأغنية لوحدها يعني مثلا إيه، أنا لما كنت مستني الأغنية تيجي، أول ما بدأت إن هي هتيجي خلاص وقفت، رحت عملت قهوة وجيت عشان أشوف الأغنية لوحدها. ده فيديو كليب لوحده، ده فيلم لوحده أصلا. الأغنية دي أو بس اصلا لوحدها صناعة مشهد الأغنية نفسها اصلا مثيرة يعني. اللي مشهد هو موت لما شفا يا رضوان اسطى راح اللي هي. للأبنودي نعم. بقول لك مشهد موت شفا ده برضك يعني يعتبر من أعظم المشاهد اللي فيها شخص مات، إن هي بتموت من غير ما تتكلم، من غير ما تصرخ حتى. بالظبط بالظبط، وهي واقفه مم. ساكته، هي خلاص هي متقبله جزء من جواها اصلا. هتلاقي ان هو ايه مقتنع ان هي تستحق المصير ده. فهتلاقي ان هي ضحيه في نفس الوقت، يعني مش بس ضحيه اللي كانت، لا ده ضحيه للافكار دي، اللي هو خلاص انا استاهل كل ده. فاهم قصدي؟ ومتقبلة قوي الحكم عليها. هي ما قاومتش ليه؟ لان هي فعلا متقبله. يعني حتى ان هم ايه، هي كانت ممكن تهرب على فكره، ما كانش محطينها بدايره كبيره. هي كانت ممكن تهرب، تصرخ اي حاجه. يعني حتى لو تاخد بالك مين الوحيد اللي اتدخل عشان يمنعها، هي شريهان. لان هي الرمز بتاع الثوره على التقاليد وعلى الاعراف دي كلها. يعني اللي كان المفروض يتحرم معاها هو جوزها، ان هو سبب في الامر ده باهماله وبتاع. هي فانا الستات أصلا انا اعتقد، من بعد ما الرجالة مشيت، انا ما اعرفش الستات هم تحس إن مشوا هم قد بقوا ايه. كيان ما كامل، توضحش في فاهمني؟ الفيلم صح؟ ما توضحش في الفيلم هم مشوا قد ايه، ما اعرفش سنين ولا شهور، بس اظن سنين. اظن الامر هو أكيد ما سنين. تحددش مده، بس اكيد سنين. ما اصل بص، الحاله دي ما توصلش من يوم وليله ولا شهر ولا اتنين ولا تلاته، دي حالة سنين. يعني هو التطول وبتاع، بس هو اختصرها لك، بس هي بالنسبة لي هي سنين. يعني مثلا ايه، احمد مش ما حبش او حب بنت عمه اللي هي شيرين النهارده، تاني يوم عمل عارف، لا ده خدت شهور وسنين. فاهم قصدي؟ وده كان كمان في الاخر خالص، فهنلاقي ان هو لا، ده الامر استمر سنين طويله، فكل السنين ده سبب مشكله. مم. أنت كنت بتتكلم إن هو بالنسبة لك هو أعظم فيلم لرضوان الكاشف.
انا بالنسبه لي انا مش مختلف معاك، انا متفق معاك. يعني هو اعظم، فاهمني؟ او هم الثلاث افلام كلهم احلى هو من اعظم، بعض. بس ممكن تبقى يعني في فيلم غيره انت بتحبه شخصيا اكتر، بس اه لا ما يعني نقدرش نختلف انه هو الاعظم. بص هقول لك، سينما رضوان الكاشف بالنسبه لي اتعلقت بفيلم الساحر كاول فيلم اشوفه ليه، او كطفل عشان شفته وانا صغير. انا قلت لك لا اصلا اه الفكره دي، ايه رايك نعمل حلقه تانية نتكلم فيها عن افلام افلام احنا شفناها في طفولتنا وتعلقنا بيها؟ مش مهم تكون احلى افلام، بس افلام انت شفتها وانت صغير وتعلقت بيها. ايه رايك؟ ما اسست عنديش مشكله. وعيك وحبك للسينما. بالظبط. انا ما عنديش والله مشكله يبقى لو فيها كلام هتتكلم. كتير وقماشة كبيرة يعني نتكلم فيها. اه خلصان، نبقى نعمل حلقه عن الموضوع ده. خلاص لو هتدوني فلوس اوكي، ما عنديش مشكله. انا عايز $50 في اللقاء. شوف من شوية بتقول لي استهلاكية ورأسمالية وجاي في الآخر لا لا صح، معتز صديق لينا، خلاص مش هناخد مليون، خلاص يعني مش مشكله. برضه بتجري وراء جراكن البترول برضه. هديك بفلوسها واشتراط. خلاص اذا كان كده موافق خلاص. بس بعد يعني قعدت اكتشاف رضوان الكشف تاني، وبالنسبه لي اعاده اكتشاف، مش انا اللي هكتشفه يعني، بس اعاده اكتشاف ذاتيه اكتر للسينما بتاعته. اتعلقت بفيلم ليه بنفسج اكتر من عرق البلح، ومن الساحر. يعني الساحر مم. كنت بحبه في طفولتي، والافلام اللي بحبها من طفولتي هي اللي ببقى متعلق بيها اكتر، زي رسائل البحر لداود عبد السيد، او زي اسمه ايه ده، اسامه فوزي. بحب السيما، فاهمني؟ فاهم. اه بس بالنسبه لرضوان الكاشف، احسنهم دلوقتي بعد ما قعدت اتفرجت عليه كان ليا بنفسي، ليه لان بنات. الفيلم ده مختلف بطريقه، وجميل جميل وحزين في نفس الوقت بطريقه فظيعه يعني. يعني بدايه تعرفك على الشخصيات اللي فيه، على شخصيه فاروق الفيشاوي او اشرف عبد الباقي او نجاح الموجي، طريقه يعني حلوه. انت تعالى، انت ما شفتوش يا رامي صح؟ ده ايه اللي هو ايه؟ ليه بنفسي ما ليه شفتوش؟ ليه لا لا ما بنفسك شفتوش. بتبهج وانت زهر حزين. ما لا ابهج ولا ما ابهجش، انا اروح انام دلوقتي اصلا، يوم ما تصدعناش، انا قلت اللي عندي واتكل على الله، انا بقى واتكل على الطبيعه، انت لا، بتخنقونا ليه بس؟ اتكل على الطبيعي. انت متخيل ان انا شفت بس ناس ده حياتها اكتر بائسه اكتر اكتر من فيلم كده؟ يعني في في لمسة اللي هي البهجة دي بقى، اللي هي البهجة اللي في فيلم الساحر اللي هو بهجت. انا شايف البهجة موجودة اكتر في لعب نفسك. اه وان هو فعلا الفيلم الفيلم اللي تقدر اصلا، تقول عليه فيلم فيلم الساحر كان سريع الفرح هيتسمى فعلا. فيلم نظريه البهجه اصلا. اه ما هو اسم جانبي جنب اسم الساحر. هو كان عايز يسميه اه اصلا نظرية البهجة، لكن الشلة بتاعته اصحابه كده قالوا لا يعني بلاش وخليه الساحر افضل. نظرية البهجة مش هيجيب مع الناس، مم. فقال كمان خلاص هو هسميه هو الساحر وعلى مبهج. جنب بس أبقى اكتب نظرية البهجة. فيلم ليه بنفسج مبهج في النص الاول من الفيلم، لكن النص التاني يا اسطى حزين حزن. انا كنت قاعد بتفرج على الفيلم ده انا ووالدتي، وهي في النص التاني كده اللي هو ايه ده، ايه ده. يعني انا دموعي نزلت في كذا مشهد، من ضمنهم المشهد اللي هو بتاع نجاح الموجي بعد ما ساب شلته وساب الحاره كلها، وراح يشتغل في قهوه تحت الناس اللي هو كان بيستحقرها اصلا قبل كده. القهوه اللي هم بيقعدوا فيها على طول، او مش القهوه اسمها ايه، الغرزه اللي هم بيقعدوا فيها على طول. كان قاعد اه بخوفه بيسيق في الارض. واشرف عبد الباقي جاي دقنه طويله كده هو وشايفه، وراح قاعد يمسح معاه وصالحه، رغم ان نجاح الموجي هو اللي غلطان. بس صداقتهم متلاحمه، او صداقتهم كبيره لدرجه ان هو مش مهم مين اللي غلطان، فاهمني؟ المهم ان احنا نرجع مع اه بعض زي الاول. فاهمني؟ كل عنصر في الشله دي هو لو عنصر واحد بس حصل فيه خلل، او الشله كلها هتتفكك، وهو ده اللي حصل فعلا. الفيلم اصلا بادئ بايه، بان فاروق الفيشاوي راجع العشه اللي هي ساكنه فيها عمته، واللي هي اصلا هي العنصر الاساسي اللي ايه واخد باله وبيرعى كل العناصر دي كلها من الشله، هو واصحابه. طب آه سؤال، مين هو بقى البنفسجي في الفيلم؟ علي بوبي. انا شايف ان هو فاروق الفيشاوي نفسه، ان هو حتى من اول البوستر
البوستر فيه فاروق الفيشاوي بلون بنفسجي شويه كده، فهو من البدايه بيقول لك ان البنفسج هو فاروق الفيشاوي، هو اللي هيمثل شخصيه البنفسج اللي بيبهج وهو ظاهر حزين. مم. انا بالمناسبه يعني بالنسبه الفيلم لي انا متسمي شايفه ليه علي بوبي. بنفسج، اقتباسا عن اغنيه ليه بنفسج لصالح عبد الحي. مم. مع الحته اللي في الاول دي نتكلم انت عنها قلتها بعدين، انا كمل مستحيل. وهتيجي في كلام يعني. ماشي. المهم ان علي بوبي، وبمناسبه علي بوبي انا كنت الحلقه دي اتاجلت، تحس ان هي اتاجلت علشان خاطر اتفرج على مسلسل ملوك الجدعنه كله. فلو انت ما شفتش مسلسل ملوك الجدعنه وربنا رحمك يعني، آه، اه. هو عن اتنين صحاب زي كده، هو نفس الفكره، عن اتنين صحاب والاتنين شغالين سواقين على نفس العربيه، وهما الاتنين مستنيين صاحبهم اللي هو هيجي ينتشلهم من حاله الفقر العصيبه دي. كان اسمه علي برضه، بس كان اسمه علي الروبي، فاهمني؟ اه. فواضح ان هم مستنيين علي في كل حته. آه، فبيظهر علي ده تاني في حياتهم، بيكون برضك بيعمل شغل غير قانوني، وبيقدر ياخد فيه مكسب كبير. آه، وكان عايز ياخدهم معاه بقى، فاهمني؟ زي ليا بنفسج وولاد الجدعنه برضك، ولا اسمه ايه، ملوك الجدعنه، فاهمني؟ ومات برضك في الفيلمين. العنصر اصلا اللي هم معتمدين عليه ومستنيينه هو ذات نفسه، فاهمني؟ هو ذات نفسه عنده صراعات كبيره زيه زيهم. ف حتى حسن حسني اللي هي كانت من اكتر الشخصيات اللي حبيتها في فيلم اللي هي بنفسج، كان عايش حياته كلها على ان علي بوبي ده لما يرجع ومعاه فلوس هينتج لي شريط كاسيت. وما كانش بيقولها كاسيت، كان بيقولها كاسيت. شريط كاسيت. اه. اه. وبيفكرني بالشيخ امام، صح؟ بيفكرك برضك بالشيخ امام. في من بنوحه كده شويه. اه. كان كان في مشهد كده في اول الفيلم، هو لما دخل العشه وحضن عمته وبتاع، بص لقى اصحابه نايمين. ونايمين نايمين في العشه، وفي حمام طاير فوقيهم، واقف فوق دماغ واقف فوق قرعه نجاح الموجي، وهشها هش الحمامه كده وهو نايم. بعد كده عمته بتموت، وبتشوف عزا من اعبث او ميتا من اعبث المياتم اللي ممكن تشوفها في حياتك. اللي هو كان كان هما الاثنين سكرانين، كان اشرف عبد الباقي ونجاح الموجي سكرانين، واجلوا مكان العزاء لاكتر من مكان. يعني بيبقى العزاء عند القهوه، وبيتكلم بلغه عربيه ركيكه جدا في الميكروفون. وبعد كده بيقول العزاء عند العشاء، فلنتوجه ناحيه العشاء. احط الحته دي في المونتاج، احط المشهد ده. اه يا ريت. 2 4 6 8. الو الو. معنا الان الشيخ علي الزنقوري ابن عم مقرئ الاذاعه والتلفزيون الشيخ محمد الزنقوري. الشيخ الزنقوري لا يقرأ القرآن في المقاهي يا عباس. أنت قلت لي أن العزاء سيكون أمام العشاء، وأنا حضرت خصيصا لكي يخبر الأستاذ أحمد برفض القطع والباتر. من الممكن يا أستاذ أحمد أن تستعين بالكاسيت لإحياء هذه الليلة. المكان مش من مقامك يا شيخ، والمكان هناك ضيق، وقول لي نوسع عليك يا مولانا. وبعدين انت واخد فلوس على قلبك قد كده، يعني تقرا في المكان اللي احنا عايزينه، ده شغل انا مؤاخذه. انا لما اخد منك مليم حتى الان يا عباس، انا اسف واكررها، علي الزنقوري لا يقرا القران في المقام. كل شويه هقول لي علي الزنقوري علي الزنقوري، يعني علي الحجار. خلاص يا زنقوري خلاص. فما كل عزاء امام العشاء. عباس كل واحد يحمل الكرسي الذي يجلس عليه بسرعه. زيها يا سيد. وانا سيد. العزاء ان شاء الله لننتقل الى هناك، لننتقل الى هناك. أو ده بقى يعني في ناس بتشوف اللي هو مشهد فيلم الكيف بتاع يحيى الفخراني لما كان شارب حشيش وقعد يضحك في العزاء، هو قاعد شايفين يضحك ان في ده اكتر العزا. مشهد. اه، ده انا بالنسبه لي لا، ده مضحك اكتر بكتير. حتى هو اتعصب عليهم وكان عايز يضربهم في العزاء ويبوظوا، وراحوا جابوا مقرئ وما ادولوش فلوس. هو الفيلم كله فيه لمسه عبثيه كده يا اسطى. اه. سينما رمضان بيطلع اكتشف فيها اللمسه السحريه دي برضه، اه. اللي هي هي هو فيلم واقعي ما بس بين انت حاسس الواقعيه ان في وما حاجه بين مش واقعيه بتحصل. اه، واقعيه سحريه. اه. كان عمال يقول له انا علي الزنقوري، قال له عمال فلقتنا علي الزنقوري على الزنقوري، امال علي الحجار يا خي. الفيلم ده كان ماشي بالطريقه دي،
وفي نفس الوقت دور المرأة فيه كان بطريقة جميلة يعني فاهمني. فكرة اه لما هم لوسي اللي هي اللي عايشة مع عرباجي حرامي حمير، وهم راحوا هجموا عليه بسبب الراجل اللي هو صاحبهم التاني العرباجي اللي كان الحمار بتاعه اتسرق فاهمني. فهم رايحين اه اصلا اللي هو مداهمه كده هو على الراجل ده عشان ياخدوا بتاع ده الحمار من عنده تقريبا. ف اسمها ايه دي لوسي شافتهم فعجبها قوي احمد، فكانت عايزه تروح ايه ترمي بلاها عليه بدل ما هي ايه ترمي بلاها على اللي معاه. فراحت له عند العربيه اللي هي بعد كده بعد ما عمه احمد بتموت هو بيورث عربيه السمين دي منها وبيشغلها، مع انه هو مش هو عارف عايز تقول يعني ايه تقدر تقول ان هو فقد الرغبه في الحياه. لا هو اه عايز يشتغل، لا هو عايز يقف على العربيه، ولا هو عايز يرجع يشغل الفرقه زي الاول، ولا هو عايز يعمل اي حاجه فاهمني. اه هو شغل العربيه من جديد بس وقف عليها ايه عباس اللي هو نجاح الموجي في الاول، وبعد كده لما لقى عباس لعبي ومش بتاع شغل شغل عليها سيد اللي كان شغال في معمل ابحاث علميه بيعملوا تجارب على الحيوانات، كان بياخد الحيوانات دي يبيعها للناس ياكلوها عشان يحسن من دخله يعني. ولما اكتشفوا كده طردوه يعني. بس انت متخيل البؤس يا اسطى بياخد ارانب يعني معمول عليها تجارب واخده حقن كميه حقن و... وخدها باعها، والراجل كده وراح شافه يعني راح يطمن عليه بعد فتره يعني لقاه كويس عادي ولا حاجه حوقت فيه. كنت عايز اتكلم ايه على دور المرأة في الفيلم لوسي والبنت اللي هي سعاد اللي انا مش فاكر اسم الممثلة دي، بس هي اه كانت بتحب احمد برضك زي لوسي برضك. هما الاتنين كانوا افتكرت بيحبوه. وهو اه, بيحبهم. حتى هو مين اللي كانت عايز تتجوز صاحبه عشان تبقى قريبة منه برضو؟ هي لوسي يعني. اه اللي هي لوسي. اه واسمه ايه ده هو بيحب بنت شافها مرة واحدة بس في حياته. اه بيفكرني بحد كده. هي ممكن تمثل يعني برضو حلم او امل ما، خاصة ان هو شخص يعني بيبهج الناس كلها، بيمثل بهجة ليهم، لكن هو ما بيشوفش اي بهجة في حياته، حياته كلها بؤس في بؤس يعني. بالظبط. فربما هي برضو بتمثل يعني حلم ضائع او حاجة زي كده. اللي هي البنت اللي هو بيحلم بيها وحاطط صورتها في العشة. اه مم. العشة دي كمان تقدر تقول عليها ايه يعني بترمز لايه العشة دي؟ طب كلهم يعني عايزين يقعدوا فيها كل واحد عايز ياخدها لنفسه. حتى هو طردهم بعد العزا بعد الموقف اللي هم عملوه في العزا ده طردهم. راح جاي كانوا اه سارقين ديك روم فهو بيقول له انت هتمشيني بديك في نص الليل كده يا احمد. الحته دي مش عارف بتضحكني قوي ليه اللي هو طب ما تمشي بديك في نص الليل ايه اللي فيها؟ هيقعد في نص الليل. ما هو سرقه. هيفضحوا. اه وفي موال حصل علشان الديك ده والناس تاني يوم اه لموا والناس بعضهم. اتلمت وخناقة. اه والراجل اللي هو بيفتح المطوه ويعور نفسه ده في كل خناقه. النماذج دي كمان ما بنشوفهاش في افلام كتير اللي هو الشخص اللي بيعور نفسه في الخناقات ده حتى الفيلم ده دلوقتي. بالذات كل شخصية فيه متفردة، مش هتشوفها في أي فيلم كتير. كل يعني شخصيه فعلا. هي الشخصيات مش هتشوفها غير في لعبة نفسك فعلا يعني. اه كمان الراجل اللي هو بيسرح بعربيه بحمار ده اللي هو كان خايف على ابنه من الموت، راح جابوا له كلب اه وقالوا عشان ملك الموت لما يجي يقبض روح الكلب وما يقبضش روح ابنك. انت ممكن تعمل سبين اوف من كل شخصية كده في المسلسل، في الفيلم تعمل لها مسلسل لوحده كده. حرفيا وهي دي الفكره ان انت عندك هي دي قصه بتدور فين؟ بتدور في حاره عن اشخاص شعبيين وبكل معنى الكلمه فاهمني. ناس اه تحت يعني ومعموله بشكل عظيم يعني. انا بقول لك هو احسن فيلم لرضوان الكاشف بالنسبه لي، واكتر فيلم اتعلقت على بيه، فكرة واكتر أنا فيلم في اي بفضله وقت أنا ممكن. بفضله يعني شخصيا من أفلامي المفضلة عامة، مش هو رمضان من الكاشف افلامي بس. المفضله بقى من افلامي المفضله انا كمان. اه
تيجي تبص دلوقتي للحكايات الشعبيه زي ما بيقولوا في الافلام او في الدراما، حاجه خرا. انا بقول لك اهو، ملوك الجدعنه، حتى زي نيله ونهايه متوقعه، عارف والله ان هم انفصلوا عن بعض وهم اصحاب ورجوله وفخدين في الباس بس هيرجعوا مع بعض اصحاب تاني في الاخر. طب ما انا متوقع ده، فاهمني؟ احنا زهقنا من فكره الخلطه اللي بتنجح. طب ما دي اه خلطه ممكن تنجح بس معموله صح، معموله حلو. يعني انت ايه اخر فيلم ممكن يكون فيه بيتكلم عن احياء شعبيه او عشوائيه معمول حلو؟ ايه اخر حاجه ممكن تكون شفتها جديد؟ في مصر ما بعيدة 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 شويتين ثلاثة يعني. ممكن ايه يعني لو قلت مثلا يوم الدين، بس هو مش في أحياء شعبية بالظبط يعني برضه هو هو عن بالنسبه لي. فقراء ومهمشين، بس مش أحياء شعبية ها، انت بتشوف المهمشين تحت الكوبري وكده ده هتلاقيه في يمكن فيلم يعني هو الغابه. أقرب حاجة جت في بالي. في فيلم انا بحبه كان اسمه من ظهر الراجل، تعرفه؟ آسر ياسين ومحمود حميدة اه انا بحب عارفه. الفيلم ده يعني. ما اعرفش مش هو اخراج وحش. مين وما اعرفش هو اخراج مين وتاليف مين، بس الفيلم عجبني. لا هو لان مش فكره وحش. الشيخ اللي ابنه خالف امره، والشيخ ده اصلا مش شيخ، ده هو اصلا مجرم وقتل قتله، مش مجرم عادي. الفكره دي كان التيمه دي ما بلاقيهاش كتير، عشان كده انا حبيت الفيلم ده. كنت سمعت إن فيلم ليا بنفسج مقتبس عن رواية لجورج أمادو. احنا ذكرنا جورج أمادو قبل كده في فيلم جنة الشياطين لأسامة فوزي. قلت لك إن هو مقتبس برضو عن رواية لجورج أمادو، اللي هي رواية ميتتان لرجل واحد. مم. سمعت برضو إن ليا بنفسج مقتبس، يعني مش مقتبس اللي هو نقلا يعني، بس في من روح الرواية بتاعت جورج أمادو. وكان لما سمعت إن هي رواية اسمها باهية، دورت على كل رواية جورج أمادو ما لقيتش حاجة اسمها باهية خالص. فاضطريت إن طب إيه باهية دي؟ يعني ده اسم شخصية ولا إيه؟ عرفت إن هي اسم مكان. والرواية الرواية موجودة مترجمة اسمها بحر الموت. وباهية دي زي مينا أو جزيرة أو كده. أنا ما قريتش الرواية، بس يعني آه، نبذة عنها كده، حسيت إن فيها من ملامح ليا بنفسي. مم. فواضح إن في تأثر برضو بجورج أمادو في السينما المصرية بكذا اتجاه يعني، أو من كذا جانب. لأن إحنا برضو قلنا إنه 200 رجل واحد ممكن تقول إنها اتعملت على أقل تقدير، اتعملت 3 أفلام. أنا شايف إن هما 3 أفلام اتاخدوا من الرواية دي، من ضمنهم جنة الشياطين. مم. أتمنى لو وضحك تحط بعد وجد المقطوعة وحب. التقطوعة بتاعت ليا بنفسك دي برضو في آخر الحلقة كده، لصالح عبد الحي. وغناها الشيخ إمام برضو على فكرة، ليا بنفسك دي. حلو، هدمج الاتنين في بعض وأحطها في آخر الحلقة. عايزين نتكلم شوية أغنية عن فيلم جميلة يعني. وعلى فكرة برضو معلش يعني نقطة يعني لما برضو ايه رمزية ليه بنفسج؟ يعني ايه رمزية البنفسج؟ خاصة ان هو من اسم الفيلم ليه بنفسج. والبوستر برضو فيه فاروق الفيشاوي لونه فايولت كده شوية، البنفسجي الفاتح ده. فبرضو يعني دورت على هو ايه اللي يخلي بنفسج بيبهج مع انه ظاهر حزين. لقيت ان هو البنفسج معروف ان هو العطر بتاعه ليه خصائص مبهجة، بتخلي الشخص يحس براحة نفسية وانبساط كده. لكن الزهر نفسه او الشجره بتاعت البنفسج نفسها آه، بتبقى واطيه في الارض يعني. حاجه كده بتزحف على الارض كده زي النعناع والنباتات دي، اللي هو مش زي باقي انواع الورود اللي هي بتبقى عاليه قوي وفرعه كده وشايله نفسها يعني. وكنت شفت محمود سعد ليه يعني حوار كده مع الناس اللي بيزرعوا البنفسج في منطقه في قريه من قرى طنطا. وبيتكلموا برضو عن معاناتهم واستغلال الناس اللي بتاخد منه بنفسج ليهم، وبياخدوا البنفسج في الاخر ويصدروه لفرنسا بألوف الألوف عشان يعملوا منه البرفانات. مع انهم بياخدوا من ورا الطن مش عارف مبالغ قليلة جدا يعني، طن الورد بتاع البنفسج ده. مم. فيعني برضو كان من ضمن الحاجات اللي هو ليه فعلا يبقى نفسك بتبهج وانت ظاهر حزين.
فاهمك، ايوه. اه. وطبعا برضو رسم الشخصيات دي يعني لازم ترجع للسيناريست سامي السيوي، ان هو اللي عمل ليا بنفسج، وهو اللي كتب برضو فيلم الساحر. مم. اه، رسمه هو سامي للشخصيات السيوي عمل ايه اعمال تاني؟ عشان انا ما لحقتش ابحث. مالوش غير يعني ليا بنفسج والساحر. ليه فيلم اسمه ارض. انا مش شفتوش بس ممكن نشوفه يعني، لان برضو مم. في شكل فيه اللمحه بتاعت ليا بنفسج دي. مم. بمناسبة دور المرأة، عشان دي حتة نسيت اتكلم فيها، اه، عيد ان هو حسن حسني في الفيلم، اللي هو مرتبط معايا بالتلات افلام اللي انا بتكلم عنهم، شبه بعض. عفاريت كان حسن الاسفلت، حسني. ايوه وايه تاني؟ سرق الفرح، فرق الفرح وليه ليا بنفسي. بنفسج. على فكره هعمل سرق الفرح مقارنة في ده الأفلام. يعني اكتر لقب حاسه لايق جدا على رضوان الكاشف عامه بشكل عام، على السينما بتاعته. ايوه عندك حق والله. سينما سرقة الفرح، اللي هو ان برضو في لعبة نفسك برضو هما حرامية وكده، بس اللي هو في حاجات كده كل واحد بيسرق السعادة بتاعته بشكل ما. يعني هو مش لازم تكون بتسرق بشكل مادي اكتر، انما بتسرق اللحظات الحلوة او بتسرق السعادة في افلامه كلها عامة. زي ما كانت اه، منة شلبي في الساحر السبوع. بتختلس كده خلسة لحظات الهروب من أبوها، ولما قالت في الفيلم إن دي هويتها أصلا إنها تهرب من أبوها وكده، حتى لو هتمشى في الشارع، بس فهي سرقة اللحظات دي. مم. او في فيلم عرق البلح، المشهد بتاع السبوع ده برضه، الستات آه اخيرا بتلاقي، يعني بتفرح، فاهمني؟ والله هي يعني تبدو إنها فرحة وكده، بس يعني برضو في اللي هي اللمسة اللي هي الندب دي، أو اللي هو يعني فرح هي فرحه هو قلبت عزا بندم مغلف في الاخر. بالفرح. في فيلم لكن هما ليه بيختلفوا بنفسي فعلا. فكرة برضه. الرقص والغنى هي حاجة مهمة في سينما رضوان الكاشف. الغنى مم. والرقص برضو تعبير ان هما تعبير عن حرية الجسد. انت بتغني ب- بصوتك انت وبترقص بجسمك، فهو برضو حرية الجسم المكبوتة دي في سينما رضوان الكاشف، واللي يمكن لها تجسداتها في الفكر بتاعه، ان هو راجل ليه ابحاث ودراسات في الفكر الصوفي والفلسفة الإسلامية عند ابن الفارض وابن عربي وفارابي، اللي هو فكرة إن الجسد هو سجن الإنسان، وفكرة إن الرقص أو حتى الخمرة اللي هو برضو حاضرة في كل أفلامه هي وسيلة للدخول في الحالة الروحانية، أو حالة التصوف الروحاني دي. فبرضو الرقص والغنى والخمرة هي حاجات برضو بتبقى مساهمة في الحالة دي عند المتصوفين. ايوه. هو في كتب اتعملت عن، في كتاب اتعمل عن رضوان الكاشف، او سينما رضوان الكاشف. بيتهيألي أنا مش متذكر بالظبط، بس كان في كتاب عن عرق البلح مخصوص. انا في كتاب عدى على سمعت عينيا كتير كده، اللي عنه هو يعني عن الفيلم ده. في كتاب غلاف، كتاب كده عدى عليا في البحث بس ما ركزتش فيه قوي. كان كتاب اسمه السينما والحياة، وكان عليه صورة رضوان الكاشف. عايز هو رضوان ابقى الكاشف ليه كتابين، هو كتب كتابين بنفسه. ليه عرفت. يعني ليه غير كده كتاب عن ليه عبود. الفيلم الاولاني اللي هو الجنوبية ده، الفيلم ده كان يعني واخد إشادة كبيرة قوي من من معهد السينما ومن النقاد ومن ناس كتير جدا، اللي هو مش مصدقين فيلم بالنضوج ده يكون واحد لسه خريج المعهد، او ده مشروع ما تخرج، هو فاهمني؟ كان واخد المركز الأول في دفعته، اه. والفيلم خد جايزة العمل الأول. وكان يعني تحس كده، هو انا ما شفتش الفيلم كامل، بس انت قلت لي ان في من روح فيلم عرق البلح، ويمكن هي دي اصلا يعني ممكن يكون أنا رضوان حاسس إن الكاتب هو أصلا يعني هو الفيلم ده هو اتعلم استكمال سينما عشان يعمل الفيلم للتجربة ده. كاملة. فيلم عرق البلح اللي هو يعني حلم انا حاسس عنده ان هو اتعلم يعمل سينما عشان يعمل التجربة دي. الفيلم ده. اه. أنت عندك عبلة كامل في الفيلمين هي نفس الشخصية على فكرة، سواء فيلم الجنوبية أو فيلم عرق البلح. هي برضو البت اللي برضو بيبقى فيها يعني نوع من التمرد وبتشرب سجاير وكده، امم هي نفس فكرني بفيلم. الشخصية في نفس الفيلمين. اه
كان فيلم إنساني جدا بتاع أسامة فوزي، كان في شخصية برضك من فيلم عفاريت الأسفلت، هي سواقة ميكروباص برضه، اه سواق ميكروباص اه قصدي. آه، في حاجة تاني نسيت أتكلم عنها، أو مش نسيت يعني بس عايز أتكلم عنها. آه، اتفضل. العلاقات في فيلم عليا بنفسج غريبة أوي. يعني أنت تلاقي البنت اللي هي لوسي كانت مرتبطة بالراجل اللي هو اللي بيسرق حمير ده. وفي نفس الوقت هما مش متجوزين، هو مش كاتب عليها بس ناوي، بس اه مش محدد امتى. فاهمني؟ فهي بتحبه اه وفي نفس الوقت عايزة ايه، عايزة حد يقدرها بجد. فلما شافت أحمد أعجبت بيه، فراحت ايه، شافت إن هو ده الراجل اللي هيقدرها بجد، وراحت له العشة وهو طردها. راح قالوا يبيتوها النهارده وبكره يمشوها، فيباتوا هم بره في الشارع، هم الثلاثه على الارض. وبعد كده يخش لها نجاح الموجي بالليل، وهم يقفشوه ويضربوه علقه ويكتفوه، فيقول ان هو عايز يتجوزها، فبيتجوزها فعلا. فاهمني؟ اه هي ما بتحبوش وهو ما بيحبهاش. هو علاقته بيها دي كانت ناتجه عن الكبت اللي هو فيه. حتى ده بان قوي يوم لما كانوا بيعملوا فرحهم، وجه علي بوبي اخيرا وخدهم وعمل لهم فرح تاني في مركب على النيل. كان شايله على كتفه وعمال يجري وراه. فاهمني؟ انا حاسس ان انا عايز اشيل الحته دي، مش هقولها. شيلها من الرقاب. كان شايلها هي على كتفه. وبعد ما رجعوا العشه كان يوميا، يعني لدرجه ان هم ذبحوا حمام من اللي هو في العشه ده بتاع احمد، وبيقول لها مع ان الحمام ده ما بيقعدش في ظهري. فهو علاقته بيها عباره عن جنسه فقط، هو عايز ده بس. لا هو بيحبها ولا هو متعلق بيها، وهي عارفه ده. بس هي ايه، كانت عايزه احمد، عايزه تبقى جنب احمد. ولما هو رفضها، هي اتعصبت وصارت وقررت ان هي تنتقم منه. وبتنتقم فعلا، وبتفضل توسوس في دماغ عباس اللي هو نجاح الموجي اللي هو جوزها، ان هو يعني ايه، يبوظ علاقته باحمد ويسيبه ويمشي. فاهمني؟ يروحوا اه يشوفوا لهم مصلحه تانيه يعملوها. فدي العلاقه الاولى ما بين لوسي وما بين عباس واحمد. العلاقة التانية سعاد وأحمد وسيد. هي سعاد بتحب أحمد، في نفس الوقت أحمد ما بيحبهاش، بس سيد بيحبها. فسيد عايزها تحبه زي ما هو بيحبها، فهي مش حباه عشان هي بتحب أحمد. فإن هو مثلث كده. في نفس الوقت عيد اللي هو حسن حسني كان متجوز واحدة وكانت بتحبه وهو بيحبها جدا، بس سابته علشان هو شخص كان ضرير في الفيلم. فهي عايزه حد ايه، يعني ما تبقاش هي اللي مسؤوله عنه. فاهمني؟ هي عايزه حد يبقى مسؤول عنه، فبتتجوز حد تاني شوجر بيبقى دادي. شغال. شوجر ده ايه؟ شوجر دادي. شوجر ده. فبتروح لواحد اسمه منصور يكون ساكن جارهم يعني، وكان طول الوقت بيعملوا طول الوقت بيعملوا علاقه. فاهمني؟ امم وحسن حسني ساكن تحتهم، فالسرير بيتهربد عشان هما الاثنين وزنهم نقل كبير، نقل تقيل. فالسرير بيخبط عليه هو تحت. يعني فاكر مشهد كده كان عباس وسيد كانوا بايتين عنده، فبيقول له هم يوماتي على الله كده، قال له اه، راح قال له تعالى نطلع نضربهم، راح طلع ضربوه. كان اي خناقه بتحصل كانوا بياخدوه يروحوا على الشارع عشان الناس كلها تتفرج. نفس اه النظام ده شفته في مسلسل ملوك الجدعنه. كان اي خناقه، او مش اي خناقه، هو اي صوت يحصل تلاقي الحاره كلها اتلمت. طب يلحقوا يتلموا امتى؟ وانا مش بقارن هنا هو ما بين هو كده بنفسج وملوك الجدعنه، بس بقول لك ان دي حكايه شعبيه ودي حكايه شعبيه. شوف دي معموله ازاي وشوف دي معموله ازاي. هو رضوان الكاشف كان في مرة قال إن هو متأثر بكتاب الستينات اللي هو عمل لهم إهداء في فيلم ليا بنفسج، إهداء إلى كتاب الستينات. قال إنه متأثر بيحيى الطاهر عبد الله باعتراف شخصي منه، إبراهيم أصلان ومحمد البساطي وأمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودي. آه، يعني تأثره واضح جدا بهؤلاء الكتاب. وخاصة باين قوي في عرق البلح برضه تأثره بيحيى الطاهر عبد الله بالذات في الفيلم ده.
يعني حتى عبد الله اللي عمل طوق الاسوره، اتعملت فيلم بعد كده. آه، تأثره بالجو بتاع برضه الصعيد، وفكرة الطوق ده اللي بيطوق المرأة وتمردها عليه وكده. فهو مم. متأثر بهذه الفترة يعني، أو هؤلاء الكتاب. من ضمن الحاجات المبهرة اللي أنا حكيت لك عنها قبل كده، إنه اكتشاف لما شفت صورة لرضوان الكاشف مع جلال الشرقاوي مخرج المسرحي، إن هو كان مساعد مخرج معاه في مسرحية. فقلت لا، أما أشوف إيه المسرحية اللي اشتغل معاه فيها دي. دورت عليها ولقيت إن اسمها انقلاب. يعني اسمه أصلا باين هو يعني حاجة سياسية وكده. لقيت إنها مسرحية غنائية سياسية، كتبها صلاح جاهين ولحنها محمد نوح. بيمثل فيها حسن كامي وإيمان البحر درويش ونيلي وحسن الأسمر. آه، فيها جو، يعني فيها جو غريب، والمسرحية مش متصورة بشكل إن هو يتعرض على التلفزيون. بس هي حاجة اكتشاف كان مبهر بالنسبة لي. وفي الإعلان بتاعها بيقول لك إن هي أول مسرحية تعمل بالكمبيوتر. آه، يعني إن هي فيها فعلا تجديد بتاع اللي هو أنا اكتشفت إن هو مش كمساعد مخرج مسرحي، إنما هو مساعد مخرج سينمائي. آه، كان معاه مجدي أحمد علي كمساعد مخرج سينمائي برضه في المسرحية دي. واللي هو مجدي أحمد علي برضه صديق مقرب لرضوان الكاشف، اللي هو بيسموهم شلة المانيال، اللي كان منهم رضوان الكاشف وسامي السيوي وعادل السيوي كان فنان تشكيلي، وسيناريست محمد حلمي هلال اللي عمل فيلم هستيريا وفيلم حكاية الغريب. كانوا مم. شلة مع بعضهم يعني. فالمسرحية دي كانت اكتشاف رهيب يعني بالنسبة لي. كان في نقطة برضو إنه فيلم عرق البلح، التصوير بتاعه كان فيه برضو بيدور على أنسب لوكيشن. الفيلم خد وقت طويل على ما يلاقوا لوكيشن كويس يصوروا فيه أو مكان يصوروا فيه. فهو راح صورها في قرية من قرى محافظة الوادي الجديد. مم. حاجة برضه يعني اللي هو راح لمكان بعيد جدا عشان يلاقي البيئة المناسبة أو المكان المناسب يصور فيه الأحداث بتاعت قصته دي. والفيلم ده خد وقت ما كانش في حد راضي يعمله اصلا، يعني خد وقت كبير قوي مع المنتجين، ان كل الناس رافضه ان هو يعمله او يغير. كان مطلوب منه يغير حاجات وهو ما رضيش ووافق. هو كان عايز وهو كان الفيلم يطلع خايف زي ما هو منه كان من عايزه قبل كده. ما يعمله. مم. هو كان خايف منه من قبل ما يعمله من ساعة ما عمل ليا بنفسج، وكان برضه في مشاهد مقصوصة منه وكده. فقال إيه أمال بقى لو عرضت عرق البلح عقابها هيعملوا فيا إيه. اللي هو يعني وباين جرعة باين في الفيلم ليه بنفسي الجرأة إنها- كده بتزيد قوي في الفيلم ده. مم. بس وقت هو للاسف عرق البلح. عرق- عرق البلح ما فيهوش اي حاجه خدشه لو تلاحظ. يعني ازاي تعبر عن فكره زي دي هي من غير القصة اي حاجه نفسها خدشه؟ فيها يعني فيها نوع من التمرد وكده برضه. مم. هي ايوه. بتفكرني، كان في كوميك كده قريته مرة اسمه واي ذا لاست مان، الرجل الأخير. بيتكلم إن كل الرجال في الكوكب مرة واحدة جالهم مرض وماتوا، وما بقاش في غير راجل واحد بس هو اللي عايش لسبب ما مجهول على هذا الكوكب. فكل النساء دلوقتي بقت بتلاحق هذا الرجل عشان مم. ينام معاه. كان يعني كوميكس مبتذل شوية يعني. بس في اللمحة دي ممكن اللي كتب الكوميكس سرقها من عرق البلح. عايزين بس هو نتكلم مشهور شويه يعني، عن اللي بيقروا كوميكس وكده أمريكي، هو مشهور جدا يعني. اه عايزين نتكلم بقى شويه عن فيلم الساحر. اه، والظبيطه حلوه والظبيطه حلوه. ايش طه باشا. استنى، كان في حاجه عايز اقولها بس هي ايه، مش متذكر قوي. ان رضوان الكاشف في اهدائه لكتاب الستينات، هو ليه كتابين منشورين: واحد عن عبد الله النديم، خطيب وشاعر الثوره العربيه والحريه والعداله في عند عبد الله النديم، والكتاب الثاني عن فكر او تجديد الفكر عند زكي نجيب محمود. آه، اسمه رضوان الكاشف برضو، يعني ليه اللمسه الادبيه، او هو متاثر بالسرد الادبي. فاللي هو رسم الشخصيات ورسم الفيلم وتقسيم الفيلم
من اللي هو داخل كتاب، يعني هو كتاب مرئي، اللي هو انت بتخش كده بدايه الفيلم باهداء وتقديم فاللي هو انت شفتها في شفتها في كل افلام، في ثلاث افلام اللي هو بادئ باهداء وبعدين تقديم. فاللي هو انت حاسس ان انت داخل على جو في كتاب، انت داخل كتاب مرئي معنى ادق يعني. مم. دي شعور شخصي بحسه يعني في السينما بتاعتي. مم. في مقال على آه. موقع اسمه البيان، اسمه بانوراما حياتية تمس شغاف القلوب، اتعمل سنة 2002، ومش مكتوب مين اللي كتب. فيلم الساحر هتلاقي فيه ان وظيفة محمود عبد العزيز في الفيلم ان هو ساحر. يعني زي ما تقول كده هو ايه، اعتزل الشغل او تقاعد من الشغل. وفي كذا شخصية من ماشية على هذا النهج في الفيلم، وكلهم مارسوا مهنتهم تاني في أحداث الفيلم. يعني محمود عبد العزيز عمل بتاع ده، عمل فقرات في حفلة إيه، كان حفلة عيد ميلاد تقريبا جميل راتب، اللي هو الراجل الغني اللي كان عايز مليونير. حصان لحفيده. كان ابنه ولا حفيده؟ كان حفيده، كان عايز حفيد، كان عايز حصان عربي لحفيده وبتاع. ف... فهو مارس السحر هنا. وفي نفس الوقت سلوى خطاب كانت حفافة، وكانت شغلانة الحفافة دي كانت شبه انقرضت يعني في الوقت اللي اتعمل فيه الفيلم. وكان آخر مرة عملت فيها مارست فيها مهنتها كانت لضرتها وضربتها وجوزها طردها وطلعها القوافي مش عارف. المهم ان هو خدت انها اتطلقت يعني، واخدت ابنها وراحت سكنت ايه في فوق ما السطح اللي توفاش، هو لا بتاع. هو طلقها وكانت عايزه تقتله اصلا في نص الفيلم، ومحمود عبد العزيز ما منعها. قلت- ما قلتش توفى، قلت طلقها. اه تمام معلش. وراحت سكنت فوق، سكنت فوق محمود عبد العزيز في الأوضة اللي على السطح فوقه. فوق يا بختك يا محمود عبد العزيز. يا اخي انا اكتشفت في عسفريت الاسفلت وفي الفيلم ده ان سلوى خطاب مكنه، مكنه. انا بخاف منها مكنة الصراحه. انتاج سينمائي وتمثيلي، انت قصدك مكنة ايه؟ انا قصدي مكنة انتاج. اه، مكنه انتاج، ايوه. مكنة مكنة تمثيل عملاقة. بالظبط بالظبط. يعني شفتها اه في نيلي وشريهان. امال ايه؟ اه. امال ايه؟ كانت المهم، بتتكلم بطريقة ما حدش بيتكلم زيها في مصر كلها. خالص خالص. كانت بتثير غريزة غريزة القتل عندي. بنتك الحيوانية بنت الوسط. المهم يعني ان هي رجعت ومارست شغلانتها دي مع بنتين. هو انا ليه حاسس ان انا بتكلم في حاجه سكسي؟ مارست ايه مع بنتين يا اسطى؟ تتكلم في مارست ايه يا اسطى؟ ايه اللي شغلانتها مارست مع يعني، بنتين؟ زاولت مهنتها من تاني مع بنتين في الفيلم، اللي هم بنتين كده على هامش الاحداث كده، لما كان محمود عبد العزيز كان رايح ايه تحيه كده او يعمل ايه حركه كده يجامل في فرح ناس يعني معرفه، ان هو يلبس ضابط وبتاع، وكان حاطط هنا شريط عميد تقريبا وهنا شريط لواء حاجه زي كده. لا ولابس كان لابس لابس صيفي في الشتاء. ايوه. وكان لابس الرتب فيها بدلة حاجه، الشرطة ايوه الصيفي في كان. الشتاء. وكان الرتب فيها حاجه، كان رتب اه عميد ورتب لواء. فالبنت اه كانت شايفه كتفه هنا، راحت قالت له يا سياده اللواء. لو شافت الكتف ياض، التاني قال لها يا عميد يا بنتي. ياض يا ابني، ياض انجز يا المهم بطل يعني اللي ان بعدها ياض. هي آه. في المشهد ده هي رجعت لشغلانتها تاني، وعملت البنتين دول حفتهم يعني. او هو التحفيف ده هو شغل، هو اسمه تحفيف ما علينا، بس هو شغل تجميل يعني. حفاء. فشغلانتها في نفس الوقت السايس بتاع الخيول، اللي هو عم عربي ولا مش متذكر اسمه ايه، اللي هو الراجل بتاع الخيول. يا عم ما علينا يا عم باسم. ماشي. مارس شغلانته برضك لما هو جاب الحمار البلدي اللي هو بتاع الراجل العرباجي اللي هو ابو آه، اللي هو جوز او طليق سلوى خطاب في الفيلم.
خد الحمار بتاعه، حصان قصدي بتاعه، وراح ايه اداه للراجل ده على اساس ان هو يخليه حصان عربي، فمش فاهم ازاي. ف كان تفصيلة حلوة دي في الفيلم يعني، فاهمني. هو مش فاهم ده، لدرجة ان هو خد حصان بلدي عايز يخليه عربي، فاهمني. ليه هيقعد في وسط الخيول العربية فهيبقى زيهم، فاهمني. زي كده اه ابوك لما يوديك وبياخ- في وسط شلة محترمين وبياخدها هتبقى محترم زيهم. وبياخدها في فكرة ايه، ان هو بيشبه الانسان هنا زي كأنه الحيوان اللي هو بيتربع وخلاص، عشان ياخد من طباعهم وخلاص كأنه انسان، فاهم. بيبص اه الحيوان ده ان هو انسان مثلا بيجمع ربنا افراد يتطبع بيهم، فالحيوان هيبقى كده. فهي وصلته ان هو بيشوف دايما ايه، حتى الارواح والكائنات الحيوانات دي هي برضه زي البني ادمين، فاهم. يعني هي دي نظرته ان هي هيتطبع، فهو بيحكم عليهم زي كانهم بشر، فاهم؟ بس دي وجهة نظري. ممكن برضه. نفس الوقت الراجل اللي هو الفتوة اللي كان فتوة من الفتوات بتوع زمان، والشغلانة دي طبعا راحت عليها، ده لو كانت شغلانة يعني. مارس برضك فتوانة دي في الفيلم لما قعد يعلمه ازاي يحمي بنته وبتاع، لما هو حلم الفيلم اصلا بادئ بكابوس لبنته، ان هي في ناس هجموا عليهم واخدوا بنته، وهي راحت بقت زيهم مسافه ما راحت. ايوه لو انت بتتكلم عن النقطه دي فهي هي حتى بانت في الحلم اللي هو حلمه، ان هي مجرد ما هم خدوها بعيده عن ابوها هي بقت واحده منهم، فاهمني. يعني قلعت اللبس اللي كانت بس لابساه دلوقتي طلعت من القفص. اه ففي نفس الوقت اه علاقته ببنته كان اللي هو قافل عليها او متشدد قوي في تربيته ليها، وفي نفس الوقت ما كانش بيمد ايده عليها كتير، او بيتهيألي ما مدش ايده عليها. انا مش فاكر ان هو مد ايده عليها في الفيلم، مع ان هو متزمت وشديد جدا عليها. آه على فكرة حالة الخوف على بنته دي ما فتحهاش غير واحدة زيها يعني. حالة اللي هو الخوف بالظبط. على امرأة تانية هي اللي اه أثرت على الحالة دي. اه ولما حبت الواد برضو المليونير ما أثرش فيها برضو يعني. لما حبت المليونير اللي هو ميكا ده، هو قال لا مم. ابن البلد أولى وخدها عشان يتجوزها. الواد اللي هي خطيبته كده ساري النجار. بس هو ما انتقدش قوي الولد المليونير ده، لان هي دي هو ما جابوش بصوره وحشه، هو جاب ان هو دي عاداته، دي الطريقه اللي هو اتربى بيها، يعني هو ما عملش حاجه غلط، يعني. اه بس هي ما تنفعهوش، هو جابها لك في ناحيه ان هي ما تنفعوش، وهي فعلا دي الحقيقه ان هي ما تنفعهوش. لا هو صح ولا هي صح، ولا حد فيهم صح، هو كل واحد على حسب التربيه او النشأه بتاعته، فاهمني. مش برضو تربية يعني، هو اجتماعيا وحاجات كتيرة ايوه قوي مش هيبقى فيه تناسق ما بينهم. هي ايوه، ما ممكن انا فاهم منبهرة الكلام بيه ده. شكليا بس، لكن داخليا مش شبه بعض خالص. اه دي من فكرة ظهور أصلا الولد اللي هو اتربى بره عندنا، دايما بيبقى فيها لوم أو تريقة، أو بتيجي بطريقة سيئة يعني في السينما المصرية، أو يجيبوا لك الأجنبي بقى يعني إيه أوحش بكتير. يعني إحنا طلع لغاية ابضان كده دلوقتي شوية، ستيريوتايب. إحنا لغاية دلوقتي بنجيب لسانه واحد مايع شوية نقول له يا جوني. اه أعظم ظهور جوني دي يعني في دراما او في سينما كان علي ربيع في مسلسل الكبير، لما كانوا عاملين سبوف على شمس الزناتي، لما علي ربيع كان عامل فيها عسكري انجليزي وعمال يتكلم مصري عادي. وبيقول له ما تاخذنيش انت ازاي بتاع ده اجنبي وزي شكلك ابن بلد كده، راح جاي قال له زي ما انتوا عندكم هنا هم في مصر ناس يعني فقراء، احنا عندنا ناس جربانين عادي في انجلترا. علي ربيع. الظهور الأعظم ليه لما عمل دور الإسكندر الأكبر في الحرب العالمية الثالثة. يا لهوي ده والراجل اللي عمل بوب مارلي ده، أنا بحب الراجل ده فشخ، اسمه يوسف عيد. اه في نهاية الحلقة عايزين نقول إن إحنا بنحب رضوان الكاشف بجد، وكنت إن هو يستمر زي المخرجين اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، سواء كان داوود عبد السيد أو أسامة فوزي، أو اللي لسه هنتكلم عنهم يعني في الحلقات الجاية زي أسماء البكري أو يسرى نصر الله. الحلقة الجاية إن شاء الله تبقى عن يسرى نصر الله، بس مش عارف نعملها في رمضان ولا نعملها إمتى، ما علينا.
رضوان الكاشف كان افلامه كلها زي ما احنا اتكلمنا ان هي كلها علامات من علامات السينما. ولو كان استمر او عمل يعني ايه آه، تاريخ كبير من الافلام، كان زمانه من احسن، كان زمانه اتحط ضمن افضل مخرجين المصريين. هو بالنسبه لي هو من احسن المخرجين المصريين، او من احسن المخرجين في العالم كله بالنسبه لي. بس كجمهور يعني او كشعبيه كبيره كان ممكن يحققها، وكان ممكن يتقارن مع يوسف شاهين زي ما قلنا قبل كده. يعني لو كان استمر وعمل افلام اكتر كان ممكن يبقى في نفس الدرجه من المقارنه بيوسف شاهين. هو كأكتر واحد يعني عمل أفلام كتير جدا، ومش كأكتر واحد عامة، بس أكتر واحد إيه أفلامه فيها يعني نزعة ذاتية أكتر، أو فنية بشكل كبير. وفي نفس الوقت كان قعدت سنين وسنين تتعمل يعني من 1950 لحد 2007. فبس ده اللي كنا نقدر نقوله عن رضوان الكاشف، وربنا يرحمه. وكان نفسي يبقى موجود معانا دلوقتي، ونفسي الحلقة دي توصل لحد يعني من أبنائه، سواء كانت بنته عايدة الكاشف اللي هي مخرجة بالمناسبة وممثلة، وعليها فيلمين: فيلم النشوة في نوفمبر، وفيلم تاني يا رامي اسمه ايه الفيلم التاني؟ اسمه ايوه حدوتة معاك. من صاج. حدوتة من صاج. آه، كان ممكن لو كانت عايدة الكاشف استمرت وأخرجت أفلام كتير، كان زمانها يعني من مخرجات المفضلين. وكمان في نفس الوقت احنا ما عندناش مخرجات مصريات كتير جدا يعني. فممكن نعمل حلقة عن السينما النسوية في مصر، مش السينما النسوية بمعنى انها بتناقش افكار نسوية، او بس لا السينما يعني النسائية المخرج عموما. مرة فاهم المخرج واحد ست. فاهم قصدك، فاهم. ممكن صوتك نعملها بيقطع. مفيش مشكلة. تبقى فكرة حلوة. بقول خلصان. لك تبقى فكرة حلوة يعني إن احنا نعملها عن مخرج يكون اللي هي واحدة ست مرة يعني زي اه ساندرا نشأت مثلا يعني أو غيرهم. انا هتبقى بحب فكرة اسكندر حلوة. مثلا، الصراحة بحب كامل ابو ذكر اكتر. ما ده اسم برضه فيعني ايه نبقى نعملها مفيش مشكلة. خلصان خلاص أنا سعيد كده. جدا خلصان إيه؟ إن أنا كنت معاك. اه فأنا مبسوط بالحلقة ومبسوط إحنا بص عن على مخرج عظيم زي ده. ف... على الغياب. لا لا يهمك. فأنا مبسوط بالحلقة ومبسوط جدا بالعودة بتاعتنا، والعودة أصلا إن معتز اختفى شوية المشاكل التقنية اسمها شركة وي يعني. اه مبسوطين بالعودة يعني، مشاكل ونتمنى اقتصادية واستهلاكية. الحلقة ما تسيحش بقى. ما خلاص، ما أنا قلت إيه مش هنقول بقى أنت هتسيح. ف- فأنا كدنشو بوجه تحية لمعتز، وبوجه يعني نقاطي أو إن هم بيستضيفوني كالعادة يعني. وأوجه تحية لرضوان الكاشف والبنت عايدة الكاشف. ليه يا بنفسي بتطير ليه يا بنفسي بتطير وانت رايح حزين والعين تتابعك طبعا محتشي وراضي